روسيا بتخسر في أوكرانيا، ومش بس بنقصد الحرب، روسيا بتخسر نفسها مع أكتر من 1000 جندي بيموتوا كل يوم. دلوقتي في إحصائيات صادمة بتظهر لنا حاجتين: جيش بوتين بينزف، وروسيا نفسها مش هتتعافى لمدة 100 سنة بعد ما أوكرانيا تخلص. حماقة بوتين اتكشفت بعد ما جنوده بيموتوا بأعداد محدش كان يتخيلها. بالنسبة لروسيا المستقبل دلوقتي باين أظلم بكتير من أي وقت قبل ما بوتين يغزو. كل ده بدأ لما زاد عدد الضحايا اللي روسيا بتعاني منهم الفترة الأخيرة. حسب الفاينانشال تايمز، مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين بيقولوا أنه قتلى ومفقودي جنود الروس في المعارك زادوا عن أي وقت، وده بيضعف أي هجوم روسي جديد عن اللي قبله. على المدى البعيد روسيا بتحط نفسها في موقف يخلي البلد كلها على حافة الانهيار خلال العقود الجاية. هنتكلم عن ده بعدين. دلوقتي نشوف الأرقام ونشوف إذا فعلا بالسوق اللي قالت عليه الفاينانشال تايمز وهي فعلا كده. في فبراير القائد العام الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي كشف عن حاجتين. أولا، روسيا فقدت 31,700 جندي في يناير بس. وثانيا، مستويات التجنيد في روسيا مش قريبة حتى من إنها تعوض اللحم اللي بوتين رماه في المفرمة. الخسائر دي بتضاف لخسائر حرب ال4 سنين اللي كلفت روسيا أكثر من 1,200,000 جندي. في سنة 2025 بس، يونايتد 24 ميديا بتقول إن روسيا خسرت حوالي 415,000 جندي، وده يعني متوسط 35,000 ضحية في الشهر. يبدو إن أوكرانيا بطأت في يناير، بس الحقيقة غير كده تماما. رقم 415,000 جندي ده بيتعلق بالخسائر اللي بتشمل القتلى والمصابين والأسرى والهاربين. أما بالنسبة ل 31,700 روسي اللي تم القضاء عليهم في يناير، دول المفروض كلهم وفيات. الدرونز الأوكرانية اشتغلت بقوة أول السنة، وكل الخسائر اتصورت بالدرونز اللي سببتها، والفيديوهات اترفعت على نظام دلتا الأوكراني للتحقق منها. مش لازم تكون عبقري رياضيات عشان تشوف إنه 31,700 جندي ماتوا في يناير، يعني أكثر من 1000 خسارة في اليوم. 1022.6 لو حنتكلم بدقة. لو ضفنا 35,000 خسارة في الشهر اللي حصلت في 2025، الرقم مع باقي أنواع الخسائر غالباً هيكون أكثر من 1160. الحاجة الثانية اللي ذكرها سيرسكي واللي ملفتة للنظر هي إنه معدل خسائر روسيا بقى عالي لدرجة إنها بتخسر جنود أسرع من قدرتها على تعويضهم. في يناير روسيا واجهت نقص 9,000 جندي في التجنيد، وده معناه إن أوكرانيا قدرت تحقق تقدم كبير. هي هتستمر زي ما هي، لكن دلوقتي عدد الجنود الروس اللي كان باين ملوش نهاية بدأ يقل. كل ما أوكرانيا بتقضي على أكتر من اللي روسيا بتجنده، قوة بوتين الغازية بتضعف جامد، وكمان روسيا ككل. هتشوف قريب ليه. ممكن تسأل ليه روسيا مش بتجند جنود أكتر؟ سؤال منطقي. الكرملين موضح أكتر من مرة أنه مستعد يدفع كتير عشان يجيب وقود مدافع أكتر لحرب بوتين، بس الطريقة دي بدأت تفشل، لأنه كتير من اللي كانوا يائسين لدرجة أنهم ياخدوا الفلوس دي خلاص اتصفوا، وده سايب روسيا مع عدد أقل من الناس اللي ممكن تجندهم. الفلوس الكتير اللي معروضة مش كفاية عشان تقنع عدد كافي من الروس يحاربوا في أوكرانيا، وده بيجبر جيش موسكو إنه يجند نسبة أكبر من المتهمين في قضايا، ويضغط على المجندين إنهم يمضوا عقود بعد ما خدمتهم الإلزامية تخلص، وكمان يرجع الجنود المصابين للقتال. فاينانشال تايمز قالت الكلام ده يوم 10 فبراير. لو روسيا كانت منتبهة كانت عرفت إن في أزمة تجنيد جاية. في 2025 أرقام التجنيد في روسيا بدأت تقل فعلا حسب موسكو تايمز في يناير، لكن مش كتير. روسيا نفسها حددت هدف إنها تجند 422,000 جندي جديد، وده حسب وسيلة الإعلام المفضلة عند بوتين، وبتقول إنها عدت الهدف ده ب 704 أشخاص. بس الرقم ده أقل كتير من 450,000 اللي ميدفيديف قال إن روسيا جندتهم في 2024. وتحقيق 422,000 كان لأن المجندين الروس يشتغلوا بأقصى طاقتهم عشان يجيبوا أي حد يقدروا عليه، واللي بقوا بيملوا ساحة المعركة في أوكرانيا. بجانب الوفيات اللي بتسببها طيارات أوكرانيا المسيرة، معدل هروب الجنود الروس من الخدمة وصل لأرقام قياسية. حسب يونايتد 24 ميديا، كان متوقع أن 70,000 جندي روسي يسيبوا وحداتهم قبل نهاية 2025. شوية حساب كده يورينا أن الرقم ده تقريبا بيمثل سدس إجمالي اللي روسيا جندتهم السنة دي،
وده كمان مشكلة جديدة بيواجهها بوتين. الفاينانشال تايمز بتقول إن معدلات الهروب من الجيش في روسيا دلوقتي في أعلى مستوى ليها من ساعة بداية الحرب، وده بيوضح إن الناس اللي مش مقاتلين وبوتين بيجبرهم ينضموا للجيش الروسي. فهموا إن الفلوس الكتير ملهاش قيمة لما جسمك يبقى مليان شظايا مسيرات. وبما إننا بنتكلم عن المضطرين، الجملة بتوصف حبايب بوتين اللي حوالين الكرملين اليومين دول. هم عارفين إنهم لازم يفضلوا يزودوا أعداد المجندين بأي طريقة كانت، بالحيلة أو بالغش. زعيمهم العظيم طالب بكده، وكلهم عارفين إن في شبابيك كتير في موسكو ممكن يلاقوا نفسهم بيقعوا منها لو ما أدوش بوتين اللي هو عايزه. فاللي احنا شايفينه دلوقتي في روسيا هو محاولة مجنونة أكتر وأكتر لتجنيد ناس، ولما بنقول ناس بنقصد أي حد فعلا لسه مستعد ياخد الفلوس الكتير اللي روسيا بتعرضها. الفاينانشال تايمز كانت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده لما ذكرت المجرمين والمصابين. مع وفاة أكتر من 1000 جندي روسي يوميا، محاولات التجنيد في روسيا بقت متطرفة أكتر. قناة ABC قالت في يناير إن روسيا بتفرج عن أكبر عدد من المساجين اللي بيوافقوا يروحوا أوكرانيا يشيلوا سلاح، وده بيخليهم يهربوا من قضاء مدة العقوبة. بحلول يناير 2025 روسيا كانت جندت 180 ألف جندي من نظام السجون بتاعها حسب صحيفة كيف اندبندنت، والأغلب إن الرقم ده عدى 200 ألف السنة اللي فاتت أو أكتر. دي شكلها فكرة كويسة. ابعت ناس مدانين بالقتل والاغتصاب وتجار مخدرات لأوكرانيا، وأكيد كده عندك أساس جيش قوي، صح؟ من غير سخرية، نظام السجون مش هيقدر يمد روسيا بالجنود دايما، عشان كده روسيا بتستعين بمقاتلين أجانب من أي مكان تقدر عليه. تقرير من ABC بيقول إنه فحص مستقل لوفيات الجنود الروس كشف إن أكتر من 550 من بين 160 ألف جندي تم فحصهم كانوا أجانب من دول مختلفة. ده بيوضح إن روسيا وصلت لليأس وبتصرف فلوسها برا عشان تضمن تدفق الجنود. فيه محاولات تجنيد أكتر تطرف زي ما قال ARR نيوز، وأكدوا جهاز الاستخبارات الإستوني يوم 10 فبراير. الجهاز بيقول إن أعداد المتطوعين بتقل، وده خلى روسيا تضغط جامد على اللي مش قادرين يغروهم بالفلوس. ده فيه خداع وترهيب وتلاعب نفسي وأحيانا قوة جسدية عشان يجبروا الناس اللي عايزين يبعدوا عن أوكرانيا على قد ما يقدروا يروحوا جبهة القتال. روسيا دلوقتي بتستهدف الفئات الاجتماعية الضعيفة عشان تزود أعدادها، زي الناس اللي مش لاقية شغل لفترات طويلة واللي بيعانوا من الإدمان والناس اللي غرقانة في الديون. وبالتالي وحدات الخطوط الأمامية في روسيا مكونة بشكل كبير من أشخاص في الظروف العادية ما ينفعش يتوثق فيهم وهم معاهم سلاح، وده على حسب كلام جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني. تاني، ده شكله أساس جيش قوي، صح؟ ناس مش عايزين يحاربوا، بيتجبروا، يدخلوا معركة حياتهم بتنتهي بسرعة بسبب تكتيكات روسيا السيئة ودفاع أوكرانيا القوي. وما تتخدعش، الكريملين عارف كويس قد إيه المقاتلين دول ملهمش لازمة، ومش بيهتم يدرب وقود المدافع اللي بيضموا للجيش، زي ما وضحت يونايتد 24 ميديا يوم 10 فبراير. تدريب الجيش الروسي بيستمر أقل من أسبوعين، زي ما كشف إيفان المجند الروسي اللي تكلم مع الوكالة. بعد الكشوفات سألوني لو جاهز أروح القاعدة العسكرية بعد بكرة. دربونا 5 أيام واستنينا كمان 5 أيام لتبديل القوة، وبعدها رحنا مواقع القتال زي ما قال إيفان. مش غريب إنه روسيا بتخسر فوق 1000 جندي يوميا. التدريب العسكري في البلد كان 6 شهور وتقلص ل3 شهور في 2013. قوانين روسيا بتقول إنه المجندين لازم يتدربوا 4 شهور قبل الجبهة، وده مش بيحصل. دلوقتي روسيا بتدرب جنودها تقريبا نفس المدة اللي بتاخدها عشان تعمل خميرة عيش سوردو كويسة، والجنود دول بيعيشوا في أوكرانيا تقريبا نفس مدة العيش ده. المحاربين القدامى خلاص مش موجودين، تقريبا أي حد كان عايز يحارب بجد مبقاش موجود. كل اللي فاضل هو وقود المدافع اللي بوتين بيرميه قدام طيارات أوكرانيا المسيرة. دلوقتي أكيد فهمت ليه الجيش الروسي فشل يحقق أي تقدم واضح في أوكرانيا. في أول الفيديو قلنا إن حرب بوتين هتخلي روسيا مش هتتعافى منها 100 سنة. ليه كده؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لأول فترة بوتين كرئيس لروسيا. العميل السابق في الKGB ما كانش شاب صغير أو بريء، لكن يمكن ما كانش مدرك حجم العواصف الديموغرافية اللي كان لازم يكون واعي ليها. زي ما قالت الاندبندنت في أكتوبر 2025، بوتين قضى وقت كبير كرئيس بيواجه مشكلة السكان في روسيا لما ما كانش بيشعل الحروب. هو اعترف بالمشكلة من 2005 لما قال
إن حل مشكلة السكان في روسيا كان ضروري لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي. قال نفس الكلام في 2019 وأكد أن روسيا لسه بتعاني من أزمة السكان اللي بوتين محلهاش. وفي نفس الشهر اللي نشرت فيه الاندبندنت المقال، بوتين ركز تاني على السكان وقال إن زيادة المواليد ضروري لمستقبل روسيا، وقال كل ده وقت ما حوالي 1000 أب محتمل كانوا بيموتوا يوميا في أوكرانيا. بوتين عمره ما كان بيسيب قراراته الغلط تأثر على تصريحاته. ما فيش أي مبادرة من بوتين من ساعة ما حكم نفعت على المدى الطويل. فترة الازدهار الاقتصادي اللي روسيا عاشتها في السنين الأولى من حكم بوتين ساعدت طبعا. معدل المواليد في البلد ارتفع من 1.21 مليون طفل في السنة سنة 1999 ل 1.49 مليون في 2015، لكن رجع نزل تاني وبيقل كل سنة من بعد الذروة. سنة 2024 شهدت بس 1.22 مليون مولود، ورجعت روسيا لنفس وضع بداية حكم بوتين، وسكان البلد في انخفاض ببطء وباستمرار من وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. في سنة 1990 كان عدد سكان روسيا 147.6 مليون، دلوقتي وصل 146.1 مليون، وده بعد إضافة 2 مليون اللي روسيا حسبتهم من ضم القرم الغير قانوني. طب وإيه علاقة ده إن روسيا مش هتتعافى قرن؟ يلا نروح لسنة 2100، يعني بعد أكثر من 100 سنة من حكم بوتين. روسيا بتتأثر أكثر من دول كتير تانية باتجاه عالمي عام إنه الناس بيخلفوا أقل. حسب معهد العلوم الإنسانية الأمم المتحدة، متوقع أن عدد سكان روسيا هينخفض من اللي هو عليه دلوقتي ويوصل ما بين 74 مليون و112 مليون. في المستقبل روسيا هتبقى كبيرة المساحة وقليلة السكان. بوتين فاهم ده. معهد العلوم الإنسانية بيقول إن عدد سكان روسيا مش بس هيقل عن الصين أو الهند أو أمريكا، لكن كمان هيبقى نص سكان البرازيل وإثيوبيا وثلث سكان نيجيريا وباكستان. دي مشكلة هتاخد قرن عشان تتكون في روسيا، والبلد قطعت ربع الطريق للنقطة دي. ودلوقتي نضيف حرب وحشية واستنزافية للأزمة الطبيعية دي، حرب كلفت روسيا أكتر من 1.22 مليون من شعبها، وكلهم تقريبا رجالة لحد دلوقتي. حرب لسه بتكلف أكتر من 1000 شخص في اليوم. حرب اللي الكاتب السابق في فوربس ديفيد أكس بيقول إنها ممكن تاخد روسيا لحد سنة 2256 عشان تكسبها، وده على حساب 101 مليون روح لو التقدم فضل بنفس المعدل اللي كان في مايو 2025. تفتكر الخسارة الكبيرة دي في عدد الآباء المحتملين هتأثر إزاي على روسيا بعد قرن؟ الموضوع مالوش تأثير إيجابي على عدد السكان، وتراجع السكان في روسيا هيسبب مشاكل كبيرة ممكن تدمر البلد حتى بعد موت بوتين. زي ما بتقول كارنيجي، روسيا واجهت نفس المشكلة في معدل المواليد وقت انهيار الاتحاد السوفيتي. المشاكل اللي سببتها قلة المواليد اتخففت بسبب هجرة المواطنين الناطقين بالروسية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة للوطن الأم. روسيا ما بقاش عندها الكارت ده اللي يخرجها من المشكلة بسهولة. أكيد الناس لسه بيهاجروا بس مش بيتكلموا روسي، ودلوقتي عندهم اختيارات أكتر. المؤسسة بتتكلم عن عمال آسيا الوسطى اللي كانوا بيروحوا روسيا بأعداد كبيرة. دلوقتي في روسيا حوالي 3 ل 3.5 مليون من الفئة دي، وكانوا تقريبا ضعف العدد ده بين 2012 و2013. روسيا كمان في موقف صعب هنا. زيادة عدد المهاجرين من المناطق الآسيوية بيؤدي لتآكل الإحساس بالهوية الروسية، بس لما المهاجرين من دول تانية بيمشوا زي ما حصل بالملايين في ال10 سنين اللي فاتوا تقريبا، روسيا بتخسر العمالة بتاعتها، وده بيعمل مشاكل اقتصادية ضخمة. روسيا أصلا كانت بتعاني من نقص الناس اللي محتاجاهم يشتغلوا جوا البلد. خسارة أكتر من 1000 جندي في اليوم في أوكرانيا بتسرع العملية دي أكتر وبتزود أزمة السكان اللي بقالها قرن بتتكون. احنا بالفعل شايفين تأثير مباشر على اقتصاد روسيا بسبب غزو بوتين. أندرو دانييري المدير المساعد بمركز أوراسيا في المجلس الأطلسي قال لفوربس في أكتوبر إن الروس في الثلاثينات هما أكبر فئة من الضحايا في صفوف الجيش الروسي. دول الرجال كانوا على وشك دخول سن أعلى رواتبهم. الجنود المتطوعين المعروفين بكونتر كانيكي اختاروا المبالغ الكبيرة اللي الحكومة عرضتها في الأول مقابل القتال والموت في أوكرانيا. مسألة الموت هي اللي تهم. أي روسي بيموت في الثلاثينات مش هيعرف يبدأ أسرة أو بيسيب أسرة وراه. كل ده بيزود أزمة السكان اللي روسيا عندها، والوضع هيبقى أسوأ بكتير لروسيا في ال75 سنة الجايين تقريبا.
روسيا استنزفت جنودها المهرة، ومعظم اللي بتبعته أوكرانيا دلوقتي بقى وقود مدافع. بعض اللي فقدتهم ولسه بتفقدهم كان عندهم مهارات تانية. بعضهم يمكن كانوا مهندسين، كان ممكن يساعدوا روسيا في تطوير بنيتها التحتية. وفي عمال شبه مهرة روسيا محتاجاهم للمصانع اللي شغالة بنسبة 81%، والنسبة دي هتقل مع خروج الكفاءات وزيادة التكاليف. حرب بوتين مش بس بتقتل أكتر من 1000 جندي يومياً، دي كمان بتقتل العمال. هي بتقتل الأزواج والآباء وأصحاب المهن وصناع الثروة والعقول وكل حاجة البلد محتاجاها عشان تزدهر. أكيد روسيا هتفضل موجودة في القرن الجاي، بس هتتفرج على الصين والهند وهم بيتقدموا عليها، وده بسبب خيالات بوتين عن السيطرة على الأراضي. الموضوع كله سؤال بسيط: مين هيعيد بناء روسيا؟ مش هيكون الناس اللي بوتين بيضحي بيهم عشان طموحاته الغلط. هم مش هيشتغلوا ولا هيخلفوا ولا هيعملوا أي حاجة ممكن تنقذ روسيا من المصير اللي شكله حتمي بحلول سنة 2100. ولا حتى بوتين رئيس روسيا اللي عنده 73 سنة، ولو مش ناوي يخلي روسيا تستخدم مجموعة من الشبيهين عشان يمثل إنه خالد، فهو مش هيكون موجود لفترة طويلة كمان. يلا نرجع تاني لساحة المعركة. الحقيقة إن حجم الوفيات الكبير اللي بنشوفه دلوقتي للروس مش هيتحسن. وزارة الدفاع الأوكرانية حددت هدف بقتل 50,000 جندي روسي كل شهر، وده هيزود أزمة التجنيد اللي سببها إن روسيا ما بقاش عندها ناس كتير مستعدة تحارب عشان مرتب بوتين. كل وفاة من دول هتساهم كمان في مشكلة السكان في روسيا بالطريقة اللي لسه شرحناها. أوكرانيا عندها فرصة كبيرة تحقق الهدف لو الوضع في ساحة المعركة فعلا مؤشر. الهجمات الروسية بدأت تضعف. بالمعدل الحالي هتاخد روسيا على الأقل 2 كمان عشان تحتل منطقة دونباس بالكامل اللي بتحارب عليها دلوقتي، وده حسب مشروع المراقبة ديب ستيت UA، يعني 2 تانيين من الموت المستمر. وبحسب خسائر روسيا لحد دلوقتي البلد هتخسر حوالي 600,000 شخص كمان، وممكن يكون أكتر، خصوصا أنه هجمات روسيا الميكانيكية الكبيرة بقت من الماضي. روسيا خلصت المدرعات قبل الناس. هي بتعتمد على مشاة من غير عربيات مدرعة لتحقيق مكاسب بسيطة، وبتستخدم تكتيكات تسلل غالبا بتسبب وفيات أكتر وبقت العادي. لما فشلت العملية العسكرية الخاصة المزعومة، بوتين راهن إن لو روسيا ضغطت أكتر أوكرانيا هتنهار. الرهان خسر دلوقتي، زي ما قال مايكل كوفمان من كارنيجي. رهان بوتين كان إنه الضغط المستمر هيخلي أوكرانيا تنهار في النهاية، بس طريقة القوات الروسية في القتال مش هتعمل اختراقات عملياتية كبيرة زي ما كوفمان قال. كل اللي نقدر نسأله دلوقتي هو بوتين هيستمر في ده كله لحد إمتى؟ كل ما حرب أوكرانيا طول صورة روسيا هتسوء أكتر. في نهاية القرن لو بوتين فضل يجري ورا الرهان الفاشل ده، روسيا ممكن توصل لعدد السكان المتوقع أسرع بكتير، وده هيكون خراب لاقتصادها وجيشها وشعبها. جيش بوتين بينزف، وروسيا بتعمل كده برضو. بوتين كان عايز إمبراطورية، لكنه تسبب في انهيار. الضغوط الاقتصادية وزيادة الرغبة في الانفصال واختفاء النفوذ الجيوسياسي، كل ده بيساهم في سقوط روسيا. الموضوع مستمر كده على طول. الكريملين بيؤمر بالهجمات وجنود روسيا بيتحركوا من غير دروع، وفي حالة سيئة الجنود بيحاولوا يعدوا مناطق الموت اللي مليانة طيارات بدون طيار عشان يحاربوا الأوكرانيين اللي مستنيين يدمروهم. اللي كان لازم يحصل بيحصل دلوقتي. جنود روسيا بيموتوا بأعداد غير مسبوقة. جنود فلاديمير بوتين بيتصفوا بسبب هجمات الطيارات بدون طيار، وده سبب لروسيا أكبر خسائر عسكرية في التاريخ الحديث. يناير كان شهر مليان موت مستمر لروسيا، وطائرات أوكرانيا بدون طيار هي اللي في قلب الأحداث من تاني. في 5 فبراير أوكرانيا أعلنت أنها قضت على أكثر من 30,000 جندي روسي في يناير بس. ولما بنقول قضت عليهم بنقصد أن الجنود دول مش هيرجعوا تاني، دول مش مصابين ولا تأثروا، كل دول جنود اتصفوا بالكامل بطائرات أوكرانيا المسيرة، وكل حالة وفاة منهم مؤكدة زي ما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بيشرح. الخسائر كلها مؤكدة، وكل ضربة متوثقة بالفيديو في نظام دلتا زي ما زيلينسكي قال، وهو بيكشف عن الأرقام. هنرجع للنظام ده كمان شوية. وزير دفاع أوكرانيا الجديد ميخايلو فيدروف كمان كان عنده كلام كتير يقوله عن إنجازات قوات الأنظمة غير المأهولة في يناير عن طريق تليجرام عشان ينشر أحدث الأرقام.
فيدوروف أعلن أن في يناير قوات الدفاع قضت على أكثر من 30,000 جندي روسي، وكل الخسائر اتأكدت. كل ضربة في نظام دلتا لها فيديو تأكيد. الشهر ده وحدة ألفا الخاصة بجهاز الأمن الأوكراني كانت المتصدرة. الجزء الأخير ده مثير للاهتمام بشكل خاص. دلوقتي بقى معروف أن أوكرانيا عملت لوحات شرف لمشغلي الطائرات بدون طيار، وبتستخدمها لمتابعة إنجازاتهم ومكافأة اللي بيدمروا الجنود الروس. يبدو أن وحدة ألفا التابعة لجهاز الأمن الأوكراني أو SBU حققت أعلى عدد من القتلى الشهر ده. يمكن الشهر الجاي تكون وحدة تاني. فيدروف كمان وضح الأرقام أكتر في صورة شاركها على قناته في تيليجرام. العدد الدقيق للجنود الروس اللي أوكرانيا قتلتهم بشكل مؤكد في يناير كان 30,618، وده يعني حوالي 987 جندي روسي بيموتوا كل يوم. عملياً ده له تأثير كبير على روسيا لأنها بتستهلك الجنود بسرعة، فهجماتها بقت محدودة في القوة والعدد. ويبدو كمان أنه مشغلي الطائرات بدون طيار الأوكرانيين شاركوا في 7495 مهمة من اللي بيسميها فيدوروف مهام NRC خلال الشهر. حسب برافدا، مهام NRC هي اللي بتنفذها الروبوتات الأرضية الأوكرانية. فيدروف قال إن لواء الهجوم الثالث المستقل الأوكراني هو الأبرز في المجال ده، وهدف أوكرانيا إن الروبوتات تنفذ الأعمال الخطيرة في المعركة لتقليل الخطر على الجنود. التفاصيل مش مهمة زي الأرقام الرئيسية. بوتين في يناير خسر أكثر من 30,000 جندي، حتى الجنود اللي زعيم روسيا مش بيعتبرهم بشر. في حاجات لسه هنتكلم عنها، خليك معنا لآخر الفيديو تعرف أوكرانيا عملت إيه في يناير. وسبق وذكرنا نظام دلتا الأوكراني. النظام ده بتستخدمه البلد لمتابعة عدد القتلى اللي بيحققهم مشغلي الطيارات المسيرة، وهو قطعة تكنولوجيا مميزة. في أغسطس اللي فات وزارة الدفاع الأوكرانية أو زي ما بنسميها MOD أعلنت إن نظام دلتا اتوزع على كل مستويات الجيش الأوكراني، وده معناه إن كل وحدة دلوقتي عندها وصول لكنز من البيانات والمعلومات اللي النظام بيحتويها. وكلمة كنز هي فعلا الوصف المناسب. الوصف الفني اللي وزارة الدفاع بتقدمه لنظام دلتا مفيد، لكنه مش بيوضح فعلا قوة النظام. وزير الدفاع السابق دينيس شميهال قال إن دلتا نظام رقمي قتالي بيد القوات المسلحة الأوكرانية ميزة تكنولوجية. هو بيوفر وعي لحظي في المعركة، بيساعد في التخطيط العملياتي، وبيسهل مشاركة المعلومات مع الوحدات والألوية والتشكيلات وكمان الحلفاء عند الحاجة. يعني هو بوضوح أداة استخباراتية، ومع ذلك نطاقه الواسع ما فيش زيه تقريبا في العالم. هديكم مثال، كل عملية قتل حققتها طيارات الدرون اللي أوكرانيا أعلنت عنها في يناير اتسجل بنفس طيارات FPV اللي نفذت العمليات. كل الفيديوهات دي بتترفع على دلتا عشان الكل يشوفها، ودي معلومات استخباراتية مهمة. كل إسقاط لطائر درون ممكن يكشف معلومات جديدة، زي أماكن معدات بنقولها جنود روسيا في أوكرانيا، وكمان طيارات الاستطلاع. كل درون أوكرانية بتصور الأرض من السماء وبتبعت الفيديوهات فوراً على دلتا. اللي بيراقبوا النظام يقدروا يؤمروا بهجمات بسرعة على أي هدف طيارات الاستطلاع الأوكرانية بتشوفه، والمعلومات بتتشارك مع الجيش كله. طبعاً في أكتر من كده بكتير، بس حتى في أغسطس اللي فات شيميا قال إن دلتا بتدعم استهداف 2000 هدف روسي يومياً، يعني حوالي 730,000 هدف سنوياً. دلتا ممكن تكون أهم نظام عند أوكرانيا في إيديها دلوقتي. إحنا ركزنا على لقطات الطيارات بدون طيار، لكن زي ما جراي داينامكس قال، كل الصور والفيديوهات اللي بتجمعها مصادر استخبارات بشرية أو حساسات أو أقمار صناعية أو أي حاجة تقدر تنقل معلومات لنظام رقمي بتتبعت لدلتا. نتيجة كل المعلومات دي ببساطة هي خريطة ضخمة مرسومة بتوضح أماكن القوات الروسية، والخريطة دي هي المفتاح لأي قرار بتاخده أوكرانيا على الأرض وكمان في الجو. دي حرب معتمدة على الشبكات، وفي أقل من 4 سنين أوكرانيا بقت خبيرة فيها، وبفضل دلتا أوكرانيا عارفة بالضبط هي قتلت كام جندي روسي في يناير. وبرضه دلتا هي اللي بتخلينا نشوف إنه عدد القتلى في يناير جاي بعد شهور كتير. أوكرانيا كانت بتوقع خسائر كبيرة جدا في الغازات الروس. في ديسمبر مثلا زيلينسكي قال إن أوكرانيا قتلت 35,000 جندي روسي في الشهر ده. العدد ده ضعف قتلى الجنود الروس في ديسمبر 2024، ومش واضح إذا كانوا كلهم بسبب الطيارات المسيرة أو قتلى مؤكدين من كل المصادر. منصة يونايتد 24 الإعلامية بيضيف أن عدد القتلى في نوفمبر كان حوالي 26,000، وأكتوبر كان فيه تقريبا 25,000 قتيل،
وكلهم متأكدين منهم عن طريق دلتا. اللي حصل في يناير مش استثناء، ده بقى النمط الجديد في حرب أوكرانيا. في أسباب كتير وراء أعداد القتلى الكبيرة شهريا، وده سيء جدا لروسيا. هتعرف الأسباب دي قريب، بس قبل ما نكمل لازم نوضح نقطة مهمة. القتلى اللي أوكرانيا أعلنت عنهم في يناير هم بس اللي تأكدوا عن طريق دلتا، وفي أكتر من كده. دلتا منهاش دليل على كل قتيل أوكرانيا قتلته، بس تقدر تثبت اللي تسجلوا وترفعوا على النظام. يعني مثلا لو المدفعية الأوكرانية مسحت خندق روسي بالكامل، الهجوم ده ممكن يقتل قوات بوتين، بس الوفيات مش هتتأكد غير لو في تصوير أو تسجيل بعدين، وده صعب لما الجثث في الخنادق أو مستخبية، وأوكرانيا عندها أولويات أهم من إنها تضيع طيارات الدرون على تفقد كل مكان مدمر. يكفي إنهم يعرفوا إن الموقع اتدمر خالص. في الحالات دي الوفيات مش بتتحسب. هجمات ضد روسيا اللي مش بتتسجل بتحصل يوميا. ده معناه إننا ممكن نضيف آلاف وفيات تانية للرقم اللي أوكرانيا أعلنته، وده بيخلي الشهر اللي كان سيء لبوتين ممكن يبان فيه تغيير حقيقي في الحرب، وكأن الأمور مش ممكن تسوء أكتر لروسيا. أوكرانيا كمان أعلنت إنها مش هتكتفي باللي حققته 30,000 قتيل موثق في شهر واحد، رقم كبير، بس إيه رأيك في 50,000؟ ده هدف فيدروف الشهري لطائرات أوكرانيا المسيرة في 2026 عشان يخلي تكلفة الحرب على روسيا غير محتملة ماليا وبشريا. ممكن نلاقي شهور بتحقق أرقام قياسية أكتر في 2026 لو الحرب استمرت السنة دي. ولسه في كمان مشغلي طائرات FPV في أوكرانيا خطفوا العناوين في يناير، وكمان مشغلي الدفاع كانوا مهمين جدا. هنسيب فيدوروف يشرح. مشغلي الطائرات المسيرة الاعتراضية أسقطوا عدد قياسي من الشاهد، ونيمسيس ظهر كقائد حسب وزير الدفاع الأوكراني على تليجرام، وقال احنا بنزود كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الصغيرة عشان نحمي السماء، وبنفس الوقت مع شركائنا بنمنع العدو من استخدام تكنولوجيا الغرب ضد الأوكرانيين. فيدروف ما ذكرش أي أرقام غير أنه أشار لإنجازات مشغلي الطائرات المسيرة الاعتراضية الأوكرانيين اللي كسرت الأرقام القياسية، بس المشغلين دول لازم فعلا يكسروا الأرقام القياسية. حسب يوكر انفورم، روسيا أطلقت أكثر من 6000 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، غالبا طائرات شاهد أو نسخ من تصميم شاهد، في يناير 2026. عدد كبير من الطيارات المسيرة اتبعت لتغرق الدفاعات الجوية الأوكرانية. كل ما أوكرانيا اعترضت طيارات مسيرة أكثر، ده بيساعد أنظمة الدفاع الجوي تركز على إسقاط الصواريخ والقنابل الموجهة اللي روسيا بتطلقها مع الطيارات المسيرة. ولا حاجة من ده مفيد لروسيا. قبل ما ندخل في التفاصيل، انت بتتفرج على The Military Show. لو لسه مشتركتش، دلوقتي هو الوقت المناسب. لو عايز تعرف أكتر عن دفاع أوكرانيا ضد عدوان بوتين، احنا قلنا قبل كده إن إنجاز أوكرانيا في يناير هيأثر كتير في المعركة، وأهم تأثير فيهم بسيط. أوكرانيا محافظة على معدل قتل الروسي العالي. زي ما قلنا، ده تاني شهر ورا بعض الطيارات المسيرة الأوكرانية بتتسبب في أكتر من 30,000 قتيل، وده كمان رابع شهر أوكرانيا بتعدي أو توصل لحوالي 25,000. اللي بنشوفه هنا نتيجة سنين تركيز أوكرانيا على تطوير الطيارات المسيرة وظهور استراتيجيات جديدة ما شفناهاش قبل كده. جنود روسيا ما كانوش هيموتوا كتير لو أوكرانيا التزمت بنوع الحرب اللي بوتين كان عايزه. لو كل اللي أوكرانيا عملته هو التحصين والقتال ضد جحافل الدبابات والمركبات المدرعة والمدفعية والجنود اللي روسيا بتنشرهم، قوات بوتين كانت هتتقدم أسرع بكتير في أوكرانيا. بس الجنود بالكاد بيتقدموا، والسبب إنه عشرات الآلاف منهم بيتقطعوا حتت قبل ما يوصلوا للمواقع اللي المفروض يهاجموها. أوكرانيا عملت مناطق تلال عميقة مليانة طيارات مسيرة FPV ودفاعات تانية، وكل ده قدام التحصينات اللي روسيا محتاجة تسيطر عليها. زي ما بوليتيكو قالت في نوفمبر، النتيجة كانت منطقة رمادية مرعبة. الطيارات المسيرة دايما بتدور على أهداف. المنطقة الرمادية عادة بتمتد ل 20 كيلومتر أو حوالي 12.4 ميل من الجبهة. مفيش طرف عايز جنوده في المنطقة الرمادية، وأوكرانيا مش مضطرة تبعت أي حد. روسيا هي اللي بتشن الهجمات دي، وده معناه إن روسيا هي اللي بتبعت آلاف الجنود عشان يعبروا اللي بقى دلوقتي زي الأرض الحرام اللي كانت موجودة في حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى. دفاع أوكرانيا عن مدنها بقى بيعتمد بشكل كبير على مناطق القتل دي، وبيثبتوا قد إيه هي فعالة. روسيا بتستهلك جنود ومعدات كتير عشان تتقدم، والأوكرانيين مستنيين وبيسيبوا الروس يرموا نفسهم في المواجهة. ولما قوات روسيا بتخترق،
بيكونوا منهكين. أما بالنسبة لأوكرانيا، الاستنزاف اللي بتسببه لقوات روسيا المهاجمة بيخلق ثغرات في مناطق القتل اللي ممكن يشنوا منها هجمات مضادة مركزة. أوكرانيا مش محتاجة تبعت آلاف الجنود، بمجرد ما مناطق القتل وآلاف الطيارات المسيرة اللي بتطير فيها يخلصوا شغلهم، أوكرانيا تقدر ترد الهجوم. 5 فبراير جاب معاها اكتشاف مثير للاهتمام. حسب أخبار NBC، زيلينسكي اعترف إن 55 ألف جندي أوكراني ماتوا في القتال ضد روسيا. دي مأساة لأوكرانيا، بس كمان بتسلط الضوء أكتر على قد إيه أوكرانيا دافعت عن أرضها بفعالية ضد العدوان الروسي. 55 ألف، أقل من عدد القتلى اللي أوكرانيا سببتهم لقوات روسيا في ديسمبر ويناير، واللي مجموعهم كان 65 ألف قتيل. يعني روسيا خسرت جنود في شهرين أكثر من خسارة أوكرانيا في حوالي 4 سنين قتال. عندنا شوية معلومات أكتر عن الأرقام دي. في فبراير 2025 زيلينسكي قال إن 46 ألف جندي أوكراني اتقتلوا. يعني السنة اللي فاتت أوكرانيا خسرت بس 9000 جندي، بمعدل وفيات 750 في الشهر. روسيا خسرت 40 ضعف الرقم ده في يناير لوحده، وده رقم صادم بيوضح حاجتين: استراتيجية روسيا مش شغالة، وأوكرانيا بتستغل الطيارات بدون طيار بتاعتها بشكل ناجح علشان تسبب خسائر كبيرة وتحافظ على حياة جنودها. وبرجع تاني للنقطة اللي تتكلم عن إزاي أوكرانيا غيرت قواعد الحرب تماما عن اللي بوتين كان متخيلها. مفيش أي نوع من الدفاعات باين إنه بيساعد روسيا. الشباك والتشويش على الإشارات ممكن يستخدموا في الأراضي المحتلة لمنع طيارات أوكرانيا بدون طيار من التسبب في ضرر، لكن في مناطق القتل الجنود الروس لوحدهم بمعنى الكلمة فعلا في بعض الحالات، لأن روسيا بتبعت المشاة بتوعها يهاجموا دفاعات أوكرانيا، وفي وحدات فيها 4 ل 6 جنود بس، مش محتاج كتير علشان الوحدات دي تتفكك. وهما بيعدوا مناطق القتل، الجنود الروس بيبقوا مرعوبين وبيجروا زي الفراخ المذبوحة لحد ما المحتوم يحصل والطيارة بدون طيار تلاقيهم. دلتا بيستلم فيديو جديد. اللي ممكن يوقف استراتيجية مناطق القتل في أوكرانيا هو نفاذ الطيارات بدون طيار، وده هيخلي الجنود يدافعوا أكتر عن مدن أوكرانيا. ومع ذلك أي أمل كان عند بوتين إن ده يحصل خلاص انتهى. في يوم 26 يناير موقع ميليتاني قال إن أوكرانيا ناوية تنتج أكثر من 7 مليون طيارة بدون طيار بأنواع مختلفة في سنة 2026. الرقم ده كشفه نائب وزير الدفاع الأوكراني سيرهاي بويف. قال إنه طيارات بدون طيار الأوكرانية خلتهم يعملوا مناطق ضرب اللي هي مناطق القتل اللي بتمتد ل 20 كيلومتر، ومع زيادة إنتاجها أوكرانيا ناوية توسع مناطق القتل ل 100 كيلومتر، يعني 62 ميل تقريبا، وده هيتم عن طريق ضرب أهداف روسية في العمق العملياتي، وكمان القضاء على الجنود والمعدات اللي بتحاول تقرب من مدى الهجوم على دفاعات أوكرانيا، وده تطور جديد كمان. أوكرانيا هتستخدم درونز متوسطة لضرب نقاط الإمداد ومراكز القيادة وتجمعات الجنود ورا خطوط القتال، ودرونز منظور الشخص الأول بتخلي حياة الجنود هناك جحيم. ودلتا هتفضل دايما بتوصل المعلومات لجنود أوكرانيا اللي بقوا أقدر على استخدام درونز عشان ينفذوا مهام كانت قبل كده هتعرضهم لخطر كبير. سنة 2026 بدأنا نلاحظ أوكرانيا بتعمل اللي الإعلام بتاع يونايتد 24 سماه تغيير المنحنى. لحد اللحظة دي روسيا مش بس قدرت تعوض الجنود اللي فقدتهم، لكن كمان جندت عدد كبير لدرجة إنها ضاعفت حجم قواتها في أوكرانيا كذا مرة. هدف 50 ألف قتيل اللي حطه في دروف هو المفتاح للتغلب على قوة روسيا البشرية، زي ما إعلام يونايتد 24 بيشرح. ده مهم جدا للحرب في أوكرانيا. على مدار 4 سنين من القتال موسكو بعتت جيش كامل للحرب وخسرته 1,200,000 شخص، وجندت نفس العدد تاني. بعد ما بدأت غزوها الشامل ب160,000 جندي، المجموعة الروسية على الأراضي الأوكرانية دلوقتي عدت 700,000 جندي حسب ما بيقول المصدر. تغيير الاتجاه معناه عكس اتجاه، إن روسيا تقدر تعوض الجنود اللي خسرتهم وتزود قوتها الحالية. يعني أوكرانيا دلوقتي عايزة تسبب خسائر شهرية كبيرة لروسيا، لدرجة إن مسؤول التجنيد بتوع بوتين مش هيعرفوا يعوضوا الأعداد دي. لو أوكرانيا قدرت توصل للنقطة دي، 700,000 جندي هيبقوا قريب 650,000، وبعدين 600,000 وهكذا. وده هيخلي الميزة الوحيدة اللي لسه روسيا متفوقة بيها على أوكرانيا تختفي تماما. الشهرين اللي فاتوا كانوا مهمين لأوكرانيا عشان المنحنى اتغير.
حسب صحيفة كييف اندبندنت، روسيا قدرت تجند بس 27400 جندي جديد بعقود في شهر ديسمبر. ممكن تفتكر إن أوكرانيا قتلت حوالي 35000 من جنود بوتين الشهر ده، وده معناه إن روسيا كان عندها نقص 7600 جندي في ديسمبر. لسه مش معروف إذا جهود التجنيد في روسيا نجحت أكتر في يناير عن الشهر اللي فات ولا لأ. حتى لو نجحت، روسيا هدفها تجند 400 ألف جندي جديد في 2026، يعني حوالي 33300 جندي شهريا. ممكن جدا يكون يناير كان شهر تاني خسائر روسيا اللي مش ممكن تعوضها كانت أكتر من عدد المجندين الجدد، ومفيش ضمان إن الهدف اللي روسيا حطاه نفسها هيتحقق فعلا. ده معناه إن وفيات الجنود الروس في أوكرانيا أكتر من قدرة روسيا على التجنيد. المنحنى بدأ يتغير. لو أوكرانيا قدرت توصل لهدفها ب50 ألف قتيل روسي، التغير ده هيبقى كسر هيحطم أي أمل باقي عند بوتين في إنه يهزم أوكرانيا. أوكرانيا حولت سلاح كان غريب لواحد من أكثر الأسلحة فعالية في الحروب الحديثة. مجموعة لازار كانت مهمة جدا في تطوير طيارات الدرون الأوكرانية زي ما هي دلوقتي، لأن المجموعة دي ساعدت أوكرانيا تخلي صيد الروس عملية شغالة 24 ساعة في اليوم زي مطاعم ماكدونالدز. المفروض الدبابة الروسية كانت تدوس أوكرانيا وتخلي بوتين وحبايبه في الكرملين يفرضوا قوتهم على حاجة مش واقعية، أوروبا. بس ده ما حصلش. اللي كان المفروض يكون غزو سريع كشف روسيا على إنها أضعف جيش حديث في القرن اللي فات كله. حرب بوتين في أوكرانيا بتنفجر وإحنا بنتكلم، وكلنا شايفين بعينينا شكل انهيار جيش كامل بيكون عامل إزاي. تقرير حديث من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS وضح إن مكاسب روسيا في أوكرانيا ضعيفة جدا، والعالم العسكري الحديث ما شافش حاجة زيها من أيام الحرب العالمية الأولى. كل الحروب اللي بعد كده كان فيها تقدم أسرع من روسيا في أوكرانيا، وحتى أعنف معارك الحرب العالمية الأولى كان التقدم فيها أسرع من روسيا دلوقتي. وإحنا شايفين جنود بوتين بيواجهوا طيارات مسيرة وقصف مدفعي، والدفاع الأوكراني واضح إنه بيتأقلم مع كل تصرفات روسيا. في رقم واحد لافت للنظر: روسيا بتتقدم بمعدل من 15 ل 70 متر في اليوم، يعني تقريبا من 49.2 ل 229.6 قدم في اليوم. ممكن تمشي نفس المسافة دي تقريبا عشان توصل للرصيف من بيتك، وده يورينا إن قوات روسيا بتزحف مش بتكتسح في طريقها مش للنصر. الهزيمة الحتمية والمدمرة هو الوصف الأدق. روسيا بتخسر كتير عشان المكاسب البسيطة دي، وده هتعرفه لو كملت الفيديو. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نبص على تقرير CSIS ودلالاته على معدل تقدم روسيا في الأراضي اللي بتستولي عليها. السنتين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا على روسيا في التقدم. بعد سقوط أفديفكا في دونيتسك وبلاست في فبراير 2024، روسيا افتكرت إن الزخم بقى معاها وهتجتاح دونيتسك زي ما عايزة. اللي كان واقف في طريقها هو مدينة بوكروفسك، اللي بقت المركز اللوجستي والنقل الرئيسي لأوكرانيا في دونيتسك والجبهة الشرقية. كان مطلوب من روسيا بس تسقط الهدف. بوكروفسك تعرضت للقصف تقريبا من أول لحظة سقطت فيها أفديفكا. القنابل الانزلاقية كانت بتضرب المدينة باستمرار وبتدمر مبانيها وبتقضي على أي أثر للمكان الرائع اللي كانت عليه زمان. روسيا استخدمت طيارات بدون طيار بعيدة المدى وFPV علشان تقرب قواتها من بوكروفسك، ولما الجنود قربوا من المدينة بدأ القصف المدفعي وهجمات المشاة. دي الخطة الروسية دايما، ينهكوا العدو بالمعدات والجنود وفي الآخر روسيا بتكسب. روسيا لسه ما كسبتش. زي ما مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS قال، روسيا تقدمت أقل من 50 كم ناحية بوكروفسك بعد سقوط أفديفكا في يناير 2026. ده معناه أنه التقدم بطيء جدا، حوالي 70 متر في اليوم زي ما قلنا، وده يعني روسيا أخذت حوالي سنتين عشان تسيطر جزئيا على بوكروفسك. وبنقول جزئيا عشان أوكرانيا لسه بتدافع عن شمال المدينة. ممكن ياخد أسابيع أو شهور قبل ما بوكروفسك تقع لو حصل ده أصلا. فشل روسيا في السيطرة على المدن والمستوطنات مش بس في بوكروفسك. خد مثال مستوطنة شازيفيار، أصغر كتير من بوكروفسك لكنها برضو نقطة دفاع أوكرانية. روسيا ركزت على المستوطنة دي في فبراير 2024 بعد سيطرتها على بخموت في مايو اللي فات، وادعت كمان إنها سيطرت عليها في يوليو 2025. بس أوكرانيا كانت لسه بتحارب وقت ما الادعاء ده اتقال، ولسه بتحارب لحد دلوقتي. وكمان معدل تقدم روسيا ناحية شازيفيار أبطأ حتى من اللي في بوكروفسك.
في تقريرها عن مقال CSIS قالت وسائل إعلام يونايتد 24 إن القوات الروسية تقدمت حوالي 10 كيلومتر أو تقريبا 6.2 ميل في سنتين من محاولتهم السيطرة على تشازيفيار. معدل التقدم ده هو اللي بيدينا أقل تقدير يومي كنا عرضناه قبل كده، وهو 15 متر في اليوم. في كل مكان على جبهات القتال اللي روسيا بتحاول تتقدم فيها بسرعة هتلاقي الفشل ده. في قطاع كوبيانسك اللي في خاركيف روسيا قدرت تتقدم بس 9.5 كيلومتر أو حوالي 5.9 ميل من منتصف نوفمبر 2024، وده يعني متوسط تقدم يومي 23 متر بس، أو شوية أكتر من 75 قدم. روسيا قالت إنها سيطرت على كوبيانسك، وده ليه سبب زي ادعاء السيطرة على تشازيفيار، وهنوضح السبب بعدين في الفيديو. النقطة المضيئة الوحيدة لروسيا هي أنها قدرت تتحرك بسرعة في محاولاتها للسيطرة على مدينة هوليابولا اللي موجودة في مقاطعة زابوريجيا. هناك قوات روسيا قدرت تتقدم 18.5 كيلومتر أو حوالي 11.5 ميل بمعدل 297 متر أو 974 قدم في اليوم. بس بعد ما شافت اللي بيحصل في أماكن تانية في أوكرانيا، روسيا لازم تكون بتتساءل هتقدر تفضل محافظة على السرعة دي في قطاع هوليابولا لحد إمتى قبل ما أوكرانيا تبدأ تدافع بنفس الطريقة اللي شفناها في الثلاث مناطق التانية اللي ذكرناهم. دلوقتي يلا بينا نشوف الأرقام اللي فعلا مثيرة للاهتمام. إزاي حالة التقدم بتاعت روسيا بتتقارن باللي شفناه في حروب ومعارك تانية على مدار القرن اللي فات؟ زي ما قلنا الهجمات الروسية المستمرة ما عدا قطاع هوليابولا بتتقدم من 15 ل 70 متر بس يوميا حسب القطاع. ده أبطأ من المعدل اللي كان في معركة السوم الطاحنة والرهيبة اللي القوات البريطانية والفرنسية قدروا يتقدموا فيها 80 متر أو حوالي 260 قدم في اليوم. المعركة دي كانت من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الأولى كلها، لدرجة أن بريطانيا خسرت 57 ألف جندي في يوم واحد بس في 1 يوليو 1916. الوضع مع روسيا لسه ما وصلش للدرجة دي، بس تقدمها البطيء رسميا أسوأ من معركة سيطرت عليها حرب الخنادق ومات فيها جنود كتير وهم بيعدوا منطقة الحرام. روسيا تقدمت أسرع بكتير بعد حصار لينينغراد في الحرب العالمية الثانية، وكانت بتتقدم يوميا حوالي كيلومتر أو 0.62 ميل حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. في معركة غاليسيا في الحرب العالمية الأولى روسيا حققت تقدما حوالي 1.58 كيلومتر أو أقل من ميل بحاجة بسيطة في اليوم، وبرضو المعارك دي كانت طاحنة وخسائرها كبيرة، وروسيا دلوقتي بتتحرك أبطأ بكتير من القوات في أي معركة فيهم. وهنا المفاجأة، ودي صفعة جديدة لبوتين. لما أوكرانيا شنت هجوم المضاد على مقاطعة كورسك الروسية، جنودها قدروا يتقدموا بمعدل 1.25 كيلومتر أو حوالي 0.77 ميل في اليوم. ده أسرع تقدم لروسيا في أوكرانيا من وقت الأيام الأولى للغزو، لما سيطرت على مساحات كبيرة في خاركيف، لوهانسك ودونيتسك. من ساعتها وروسيا تتحرك ببطء لهدفها. السلحفاة العسكرية العملاقة ملهاش لازمة زي الدبابات اللي بنفس الاسم، ومغطية بدروع عشوائية عشان تحميها من طيارات أوكرانيا المسيرة. الدبابات السلحفاة نادرة توصل، ونفس الشيء ينطبق على القوات الروسية المتقدمة. لو شفنا بشكل أوسع، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال إن روسيا استولت بالكامل على حوالي 75 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا من وقت ما بوتين بدأ غزوه في فبراير 2022. وبالنسبة للاحتلال والسيطرة الرقم أعلى شوية، 120 ألف كيلومتر مربع أو أكثر شوية من 46,300 ميل مربع، وده تقريبا 20% من أوكرانيا. الأراضي دي بتضم شبه جزيرة القرم اللي روسيا ضمتها 2014، وأجزاء صغيرة من دونباس احتلتها روسيا وقتها. الرقم اللي في البداية ممكن يبان كبير، بيقل لما تحسب إجمالي الأراضي اللي روسيا سيطرت عليها خلال السنتين اللي فاتوا. في سنة 2024 روسيا احتلت بس 3604 كيلومتر مربع أو 1391 ميلا مربع من أوكرانيا. في سنة 2025 الرقم كان أعلى، وصل ل 4831 كيلومتر مربع أو 1865 ميل مربع. بس ده كان اللي روسيا كسبته مقابل هجوم صيفي ضخم كان المفروض ينهي الحرب اللي ما فيش أي علامة إنها تخلص. احنا قلنا قبل كده في الفيديو إننا بنشوف شكل الانهيار العسكري بيكون عامل إزاي. المكاسب الهزيلة دي مقارنة بحجم وقوة الجيش الروسي المفترضين
بتبين إنه قوات بوتين عاجزة تماماً عن تحقيق أي مكاسب حقيقية. حتى المكاسب البسيطة اللي بيحققوها جاية بتكلفة روسيا مش هتقدر تتحملها كتير. التكلفة دي بتغير كل حاجة لبوتين. بس قبل التفاصيل، انت دلوقتي بتتفرج على البرنامج العسكري، اشترك عشان ما يفوتكش فيديوهات زي دي. بطء تقدم روسيا ممكن يكون مقبول لو بوتين كان بيأمر قواته انها تفضل مكانها وما تهاجمش اوكرانيا غير لما الفرص المناسبة تيجي. ساعتها روسيا كانت هتبقى زي السلحفاة في الحكاية المشهورة، البطء والثبات يكسبوا السباق لو مشينا بالنظرية دي. واكيد انت عارف احنا هنقول ايه. مفيش اي حاجة محسوبة او مدروسة في الاستراتيجية اللي روسيا بتستخدمها في اوكرانيا. روسيا خسرت جنود بمعدل محدش كان يتوقعه ابدا لما بوتين بدأ غزوه. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بيقدر أن روسيا خسرت 1,200,000 جندي بين قتيل وجريح وأسير أو مفقود من فبراير 2022. ده تقريبا نفس تقديرات وزارة المالية الأوكرانية اللي بتقول أن العدد حوالي 1,236,000 جندي روسي. سنة 2025 كانت سنة صعبة جدا على روسيا، لأن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بيقول إنها خسرت 415,000 جندي بمعدل خسائر شهري 35,000 جندي. الوضع ممكن يبقى أسوأ لروسيا، خاصة بعد إعلان رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في آخر السنة. زيلينسكي قال إن أوكرانيا حققت 35,000 عملية تصفية مش مجرد خسائر في صفوف القوات الروسية في ديسمبر 2025. لو ضفت باقي الخسائر، المعدل الشهري هيبقى أكبر بكتير من تقدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وممكن نشوف خسائر روسيا تتخطى 500,000 في 2026 لو أوكرانيا فضلت محافظة على دفاعها. طيب خلينا نخلي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يوضح الصورة دي. ولا قوة عظمى خسرت أرقام زي دي في أي حرب بعد الحرب العالمية الثانية حسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وبيأكد إن خسائر ووفيات الجيش الأمريكي أقل بكتير. وأمريكا خسرت 54,487 جندي في معارك الحرب الكورية، و47,434 جندي في حرب فيتنام، و149 جندي في حرب الخليج من 1990 ل 1991، و2465 جندي في أفغانستان خلال عملية الحرية الدائمة وعملية حارس الحرية، و4432 جندي في العراق خلال عملية حرية العراق. وبغض النظر عن نجاح أو فشل الحملات دي، روسيا وصلت لمرحلة ممكن تخسر فيها كل شهر نفس عدد الجنود اللي أمريكا فقدتهم في كل الحرب الكورية. وسجل بوتين في أوكرانيا مش أحسن من إنجازات روسيا العسكرية بعد الحرب العالمية الثانية. تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لعدد قتلى روسيا في المعارك بين 275,000 و 325,000 أكبر 11 مرة من اللي حصل في الحربين الشيشانيتين في التسعينات والألفينات، وكمان أكبر 17 مرة من اللي شافوا الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان في الثمانينات. بوتين شكله بيحاول يسجل رقم قياسي، والجائزة أبطأ تقدم بأعلى تكلفة ممكنة تروح لروسيا. واللي بيزود الطين بلة لروسيا إنها مش قادرة تسبب خسائر زي اللي أوكرانيا بتسببها لقوات بوتين. ده كلام بديهي، لأن التقدم البطيء معناه روسيا مش هتقدر تقضي على عدد كبير من الجنود الأوكرانيين. مع ذلك النسب دي بتخلي الموضوع مثير للاهتمام. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قال إن أوكرانيا من المحتمل إنها خسرت بين 500,000 و 600,000 جندي من فبراير 2022، وده أقل من نص خسائر روسيا. الأرقام دي بتدينا نسبة ما بين 2 إلى 1 و2.5 إلى 1 في خسائر الروس مقارنة بخسائر الأوكرانيين. إحنا عمطرناك بإحصائيات كتير لحد دلوقتي في الفيديو ده. دلوقتي يلا نشوف كل ده معناه إيه لروسيا في سياق سنة 2026 ومستقبل حرب أوكرانيا. أول حاجة بنشوفها هي تأثير استراتيجية الاستنزاف اللي بتستخدمها روسيا عملياً. روسيا كانت دايماً بتعتمد على عدد جنودها في كل حرب شاركت فيها. بوتين ماشي على نفس الأسلوب السوفيتي القديم، بيرمي جنود كتير لحد ما المشكلة تتحل. الجنود والصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية والقنابل الانزلاقية والدبابات وكل حاجة تانية روسيا بتستخدمها في أوكرانيا كلها هدفها إنها تضعف دفاعات أوكرانيا واحدة واحدة. يعني معدل تقدم روسيا عمره ما كان حيبقى سريع. كان المفروض نشوف روسيا بتتوقف قدام تحصينات أوكرانيا
وبعدها تعوض التأخير بتقدم سريع لما تخترق الدفاعات. وطبعا احنا ما شفناش ده، وزي ما صحيفة كييف بوست قالت دفاع أوكرانيا كان قوي، والتعديلات التكتيكية القليلة اللي روسيا عملتها على استراتيجية الاستنزاف بتاعتها ما حققتش الاختراقات اللي بوتين محتاجها. خط الجبهة الأوكراني أكيد مش بينهار، بالعكس كل مرة روسيا تبعت جنود ومعدات لمفرمة اللحم ده معناه إن خط الجبهة الروسي بيدمر نفسه. احنا شايفين ده في الخسائر الكبيرة في معدات الجيش الروسي اللي بتيجي مع الدم اللي حرب بوتين سفكته. وزارة المالية الأوكرانية قالت إن استراتيجية روسيا كلفتها كتير، أكثر من 11,600 دبابة، وأكثر من 23,950 مركبة مدرعة، وحوالي 36,730 وحدة مدفعية، وكمان أكثر من 118,000 طيارة بدون طيار، وآلاف المعدات الثانية. المنطق بيقول الخسائر دي لا يمكن تحملها، خصوصا لو روسيا عايزة تحقق اختراقات. الهجمات ضعفت عشان المدرعات الروسية بتقل، والمحاربين القدامى بيموتوا وبيتبدلوا بمجندين جداد بيموتوا أسرع. دي مش كل التكاليف اللي روسيا بتدفعها. هنرجع لنوع التكلفة التاني قريب. تعالوا نفتكر حاجة قلناها قبل كده في الفيديو ده. قلنا إنه كان فيه سبب يخلي روسيا تقول إنها سيطرت على مناطق رغم استمرار المعارك هناك، والسبب ده هو إن روسيا بتحاول تظهر إنها الدولة اللي معاها كل الزخم في الحرب. البلد اللي معاها كل الأوراق بتاخد صفقة أفضل في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا اللي بقالها سنة. الصوت الجديد لأوكرانيا ذكر النقطة دي، وهو بيغطي ادعاء روسيا الكاذب بالسيطرة على كوبيانسك. هو سلط الضوء على تقرير من معهد دراسة الحرب ISW اللي قال إن الكرملين بيحاول يخلق واقع بديل في الحرب عشان يضغط على أمريكا تدعم روسيا في مفاوضات السلام. الموضوع بسيط، لو روسيا قدرت تقنع الناس إنه مدن بتوعها تحت سيطرتها هتقدر تخليهم يضغطوا على أوكرانيا تتنازل عن الأراضي المحتلة عشان الحرب تخلص. كل الأرقام اللي شاركناها من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الفيديو ده بتكسر الضباب اللي روسيا حاولت تخلقه، بس لو فاكر إن ده هيوقف روسيا عن كذبها تبقى غلطان. بوتين عمره ما خلى الحقيقة تعطل اللي عايزه، وده معناه إن روسيا لسه بتدعي حاجات مش قادرة تثبتها. في 27 يناير رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف قال إن روسيا سيطرت على منطقة كوبيانسك في إقليم خاركيف، وده ما حصلش. قوات روسيا لسه على بعد 10 كيلومتر على الأقل، أو حوالي 6.2 ميل من المنطقة دي حسب صوت أوكرانيا الجديد. نفس الجنرال قال في نفس اليوم أن قوات روسيا بتتقدم تقريبا في كل الاتجاهات. جيراسيموف قال إن روسيا استولت على 17 منطقة أوكرانية وحوالي 500 كيلومتر مربع، أو تقريبا 193 ميل من الأراضي من أول يناير. تاني ده ما حصلش. معهد دراسة الحرب بيقول إنه المكاسب الحقيقية لروسيا نص اللي قال عليه جيراسيموف بالكاد، وبتوصل ل 265.45 كيلومتر مربع، أو شوية أكتر من 102 ميل مربع في الفترة دي. دي كدبة ورا كدبة، وكل ده اتكشف عن طريق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. بس مش غريب إن الكرملين بينشر القصص الكدابة دي. احنا قلنا قبل كده إن روسيا بتدفع ثمن غير اللي بتدفعه في الدم والمعدات العسكرية. الفلوس بقت مشكلة كبيرة، وكل يوم بيعدي وروسيا مش بتحقق مكاسب، وده بيأثر جامد على اقتصاد البلد. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS ركز على السلبيات. في 2025 قطاع التصنيع في روسيا شهد 7 شهور انكماش متتالية. الإنتاج في البلد انكمش ل10 شهور متتالية من 12، وكانت المستويات أسوأ. التضخم كان ولسه عالي في روسيا، وده مع انخفاض الطلب الاستهلاكي بيؤدي لانخفاض أكتر في التصنيع. النمو الاقتصادي اللي كان باين إن روسيا بتحققه أول سنتين من الحرب بقى دلوقتي بطيء جدا. في 2025 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا كان 0.6%، بعد سنة كان فيها النمو 4.3%. وبالنسبة لسنة 2026 صندوق النقد الدولي توقع نموا 0.8% لروسيا، وده نسبة أقل من 1% اللي كانت المنظمة متوقعة قبل كده. وكمان مشاكل رأس المال بسبب قلة عائدات النفط وضعف الاستثمارات الأجنبية والاقتراض الدولي. وقرار بوتين القصير النظر أنه يصرف حوالي نص ميزانية روسيا على الجيش، وكده يبقى عندك برميل بارود فوق براميل تانية كلها قربت تنفجر. طيب ايه اللي فاضل لروسيا؟ أسلحة نووية وجيش كبير.
وده تقريبا كل حاجة، لأنها بتخلص فلوسها ومفيش ابتكار، وجيشها الكبير فاضي من الناس اللي عندهم خبرة أو مهارات قتالية لأنهم اتقتلوا. روسيا دلوقتي قوة في انحدار، والمكاسب القليلة في أوكرانيا كشفت اللي بوتين كان بيخبيه من سنين وخلته يتساءل. لو ما كانش غزا أوكرانيا كان لسه هيقدر يدعي إن روسيا من أقوى دول العالم؟ فات وقت الإجابة على السؤال ده، ومفيش قدام بوتين غير مستقبل مليان مكاسب بسيطة وخسائر كبيرة زي اللي شفناها من 2024. أوكرانيا قلبت الطاولة على الطريقة الروسية في الحرب، ومعركة الاستنزاف دلوقتي بقت في صالح أوكرانيا. أمل بوتين الوحيد دلوقتي إنه يقنع حلفاء أوكرانيا الغربيين يسيبوها قبل ما جيشه ينهار. وقت مجد الاتحاد السوفيتي، روسيا كانت من أقوى دول العالم. اتصنع آلاف المعدات اللي محدش يعرف عددها بالظبط، وكل ده كان استعداد لحرب مع أمريكا عمرها ما حصلت. محبي الحروب في الاتحاد السوفيتي زمان ما كانوش يتخيلوا أحفادهم هيستعملوا معداتهم بعد سنين من انتهاء صلاحيتها. ده اللي روسيا بتعمله وبتدفع الثمن، واضطرت تستخدم دبابات سوفيتية قديمة بعد ما احتياطاتها خلصت. ليه؟ أوكرانيا دمرت كل حاجة تاني، ومفيش مكان الموضوع ده باين فيه أكتر من دبابات روسيا والمركبات المدرعة بتاعتها. في 24 يناير ديفيد أكس اللي كان بيكتب في يورو ميدان بريس قال تصريح مذهل إن روسيا قدرت تعوض كل وحدات المركبات المدرعة اللي خسرتها مرة واحدة. التعويضات دي كانت من الاحتياطي اللي كان عند روسيا أيام الاتحاد السوفيتي، ودلوقتي الاحتياطي خلص واتحرق زي كتير من المدرعات اللي روسيا بعتتها لأوكرانيا. ومع وجود مدرعات أضعف في الجبهة دلوقتي، الموضوع وقت بس لحد ما روسيا تلاقي نفسها عندها الهوا في مخازنها كبديل للمدرعات اللي أوكرانيا هتدمرها. الموضوع كان باين إنه بدأ كويس لروسيا. لما بوتين بدأ العملية العسكرية الخاصة، روسيا كان عندها تفوق عددي في كل حاجة. في جبهة مركبات القتال المشاة أو IFV وناقلات الجنود المدرعة أو APC، روسيا دخلت أوكرانيا ومعها 13,842 من النوعين دول مع بعض. المفروض العدد ده كان كافي لروسيا تكتسح أوكرانيا، خاصة لو توقع الكرملين أن أوكرانيا هتواجه الغزو الروسي بنفس أسلوب الاستنزاف. كان صحيح، الافتراض ده كان سوء تقدير. أوكرانيا استخدمت استراتيجية غير متماثلة صعبت على روسيا استخدام المدرعات، وده هتفهمه أكتر قدام في الفيديو. في أول سنين الحرب بوتين كان متمسك بالاستراتيجية الروسية إنه يبعت أعداد ضخمة من الدبابات ومركبات IFV والAPC، متوقع إنه دفاعات أوكرانيا هتنهار في الآخر. بدر كده اللي بيشوفوا دلوقتي إن مخزون المدرعات الروسي اتبخر، وما بقاش عندهم القدرة إنهم يبعتوا بدائل لأي حاجة أوكرانيا تدمرها بعد كده. الأرقام كارثية لروسيا، حتى لو شفت أعداد الدبابات والمركبات المدرعة اللي تأكد فقدانها. الأرقام دي جاية من أوركس اللي عندهم متتبع مباشر لخسائر الجيش الروسي، وبيحسبوا بس الأسلحة اللي روسيا فقدتها، وده مثبت بصور أو فيديوهات متاحة لمجتمعات الاستخبارات مفتوحة المصدر. حتى مع القيد اللي فرضوه على نفسهم، أوركس سجلت أن روسيا فقدت 4308 دبابة، وكمان 8735 من العربات المدرعة وعربات المشاة القتالية. وللي بيتابعوا من البيت، حوالي 9000 عربة مدرعة وعربة مشاة قتالية اتدمروا، وده تقريبا تلتين أسطول العربيات اللي روسيا دخلت بيهم أوكرانيا في غزو بوتين الأول، وكل دي خسائر مؤكدة. بس أرقام أوركس لوحدها تخلي بوتين يعيط. لو سمعت أوكرانيا هتلاقي إن روسيا خسرت دبابات ومركبات أكتر، وده معناه إنها استهلكت كمية أكبر بكتير من مخزون المدرعات اللي هنتكلم عنه. وزارة المالية الأوكرانية بتقول إنه خسائر روسيا من الدبابات وصلت ل 11,605 لحد يوم 25 يناير. أما بالنسبة للمركبات مدرعة بكل أنواعها، الوزارة بتقول إنه روسيا خسرت 23,950 مركبة. الأرقام دي ضخمة جدا أيا كان المصدر، حتى لو الأرقام الحقيقية في النص بين المجموعتين دول من الأرقام، مفيش حاجة هتتغير فعليا بالنسبة لروسيا. الواقع اللي بوتين لازم يواجهه دلوقتي هو إن مخزون المدرعات المصدية واللي من أيام الاتحاد السوفيتي اللي كان بيبعتها لأوكرانيا خلص، وأرقام الإنتاج في روسيا مش قريبة حتى إنها تعوض النقص ده. المحلل العسكري التشيكي ياكوب يانوفسكي قال في منشور إن أسطول العربات القتالية وناقلات الجنود المدرعة في روسيا حاليا تقريبا زي أو أكتر شوية من اللي كان عند الجيش الروسي مع بداية غزو 2022. مع إن ده ممكن يبان خبر كويس في الظاهر، بس ده حصل في روسيا بس علشان استنزفت احتياطياتها
عشان تحافظ على أعداد العربات القتالية المدرعة وناقلات الجنود المدرعة. الخسائر السنوية دلوقتي حوالي 2400 حسب يوروميدان بريس، والإنتاج حوالي 900 عربة قتال مدرعة وناقلة جنود. ده بيعمل فجوة حوالي 1500 مركبة، وده بأرقام أوركس مش أوكرانيا. وروسيا لازم تسد الفجوة دي من مخزون المدرعات السوفيتية اللي خلاص مش عندها. أكس فسر الأرقام أكتر، بيقول إن روسيا دلوقتي بتبني عربيات BMP-3 المدرعة المجنزرة الجديدة وناقلات الجنود المدرعة PTR-82 بعجل بمعدل حوالي 400 ل 500 وحدة من كل نوع في السنة. في أحسن الأحوال ده بيدي روسيا 1000 عربة مشاة مدرعة وناقلة جنود مدرعة جديدة كل سنة، والعدد غالبا أقرب ل 900. بالنسبة لتكلفة حرب أوكرانيا على روسيا من ناحية العربيات، روسيا قالت إنها خسرت 300 عربة، 3600 من عربيات BMP-1 و BMP-2 اللي من الستينات والسبعينات، 2150 من عربيات MTLP المدرعة المجنزرة بتاعة البلد اللي برضو من السبعينات اتدمرت. العربيات الأحدث عند روسيا مش أحسن حال برضو. أوكرانيا دمرت 1900 من عربيات PTR-82 اللي لسه متكلمين عنها، وكمان 890 من عربيات BMP-3 بتاعت روسيا. حتى العربية المدرعة المحمولة جوا BMD مش في أمان. أوكرانيا دمرت 700 عربية للجيش الروسي. اللي بيخلي الوضع سيء لروسيا هو المخزون اللي باقي عندهم، ونركز على كلمة صالح للاستخدام. حسب عكس، مخزون روسيا من العربيات المدرعة BMP-1 و BMP-2 اللي من أيام الاتحاد السوفيتي واللي لسه صالحة للاستخدام كان حوالي 4900 عربية في سنة 2022. دلوقتي عندهم 1110 عربيات، بس من العربيات دي متخزنة. الأرقام بالنسبة لعربيات MTLP سيئة برضو، لأن روسيا كان عندها 3600 عربية من النوع ده ودلوقتي بقوا 530 بس. مفيش دلوقتي عربيات BTR-82 متخزنة بعد ما كانوا 1400. يعني كل عربيات BTR-82 اللي بتدخل أوكرانيا دلوقتي جاية طازة من خط إنتاج، مش ملاحق على الطلب. روسيا كمان عندها بس 120 عربية BMD من أصل 460 عربية كانت بدأت بيهم غزو أوكرانيا. ركزنا قبل كده على كلمة صالحة للاستخدام عشان روسيا عندها آلاف عربيات IFV و APC متخزنة أكتر من اللي ذكرناه، بس الغالبية العظمى من هياكل العربيات السوفيتية القديمة اللي عندهم حالتها سيئة جدا ومتهالكة، وأحسن حاجة ممكن روسيا تعملها هي أنها تستخدمهم كقطع غيار علشان تعوض النقص المستمر في عدد العربيات اللي ممكن تكون صالحة للاستخدام. المخزونات المتحللة دي مش ممكن تتصلح بتكلفة معقولة. على الأقل الأحسن يصرفوا الفلوس اللي ممكن تتصرف على تصليح العربيات اللي ملهاش لازمة دي في تصنيع عربيات جديدة. وشوفنا فعلا قيود روسيا في المجال ده ملخص اللي فات. روسيا عندها 1800 عربة مشاة ونقل مدرعة صالحة للاستخدام في المخازن، وكتير منهم غالبا محتاج تصليح. وفوق كده هي بتبني حوالي 900 مركبة سنويا. 1800 مركبة دول مورد لمرة واحدة، ولما يخلصوا مش هيرجعوا. روسيا خسرت ما بين 2250 و 5980 مركبة مدرعة كل سنة من سنين حرب أوكرانيا، وده حسب الأرقام اللي جاية من أوركس أو وزارة المالية الأوكرانية. مش لازم تبقى عبقري رياضيات عشان تشوف الأرقام دي مش مناسبة. حتى لو روسيا طلعت كل مخزونها دلوقتي فاضل لها سنة تقريبا من العربيات وناقلات الجنود قبل ما تعجز تعوض خسائرها. وقتها عدد العربيات دي في أوكرانيا هيقل وهيأثر على مساحة سيطرة روسيا هناك، وهنرجع للنقطة دي قريب. أولاً، كل المشاكل اللي احنا شايفينها مع العربيات القتالية المدرعة وناقلات الجنود المدرعة بتاعت روسيا موجودة برضو في مخزون الدبابات بتاعها. احنا شاركنا أرقام أوركس ووزارة المالية عن خسائر الدبابات الروسية قبل كده، 4308 دبابة مؤكدة من أوركس و11605 دبابات أوكرانيا بتدعي إنها دمرتهم. في أكتوبر 2025 جريدة نيو فويس أوف يوكرين ذكرت إن روسيا خلصت مخزون الدبابات المتاح رغم إنه عندها 3000 هيكل ممكن يتصلحوا نظريا. ده عدد قليل خاصة لو أوكرانيا صح في أرقام خسائر الدبابات الروسية. ده غالبا مخزون سنة من دبابات سوفيتية قديمة، وبتبقى هدف سهل لطائرات أوكرانيا المسيرة. أكس قال إنه الدبابات الجاهزة في المخازن ممكن تكون قليلة جدا، حوالي 1030 بس. ومن ناحية الإنتاج ديفنس إكسبرينس قالت في نوفمبر إن روسيا بتصنع حوالي 250 دبابة T-90M حديثة في السنة،
مع 150 دبابة تي 80 BVM، وده طبعا مش كفاية أبدا بيعوض كل خسائرهم. المدرعات الروسية بتنهار في كل مكان، خلال سنة تقريبا مش هيبقى عندها حاجة في المخازن، وده يعني هتعتمد على المصانع اللي مش قادرة تواكب خسائر العربيات المدرعة ونقلات الجنود والدبابات اللي روسيا بتخسرها في أوكرانيا. وده بالظبط النوع اللي بنغطيه في البرنامج العسكري، ولسه في إحصائيات كتير مش بيتكلموا عنها. فلو بتستفيد من البرنامج العسكري وعايز تشوف أكتر ما تنساش تشترك. من شوية ذكرنا حاجة وقلنا حنتكلم عنها قريب في الفيديو. حتى لو روسيا عوضت مخزونها من المدرعات القديمة أو زادت إنتاجها لآلاف المدرعات سنويا، غالبا ده مش هيغير كتير في التقدم على الجبهة، والسبب بسيط جدا. امتلاك المدرعات والدبابات ملوش قيمة كبيرة لما أوكرانيا بتستخدم تكتيكات حرب غير متكافئة بتصعب على روسيا بتستغلهم بحرية. أكس قال في مقالة في يورو ميدان بريس: وجود العربيات دي على الورق مش معناه أن روسيا تقدر تستخدمها فعلا. الألغام الأوكرانية والطائرات المسيرة والمدفعية بتخلي تقدم المدرعات شبه انتحاري. عنده حق، الجنود الروس بقوا مش واثقين في المدرعات اللي الكرملين بيوفرها لو استلموها أصلا. ميديا يونايتد 24 ذكرت في مقال في يونيو إن العربات المدرعة الروسية بتركز على القوة النارية أكثر من حماية الجنود، وجابت مثال على BMP 3IF في اللي تكلمنا عنه قبل. العربية دي فيها مدفع رئيسي 100 ملم ومدفع رئيسي تاني 30 ملم، وده بيخليهم أسلحة قوية. لو الجنود الروس اللي سايقين العربية قدروا يقربوا من قوات أوكرانيا، بس في الغالب مش بيقدروا. دروعها ضعيفة ومش بتستحمل انفجارات ألغام. أوكرانيا خصوصا طيارات FP المسيرة اللي بتشتغل بمنظور الشخص الأول، ونفس الحال مع عربيات مدرعة روسية تانية. BMP 2 دروع الجانبية والخلفية بتتخرم بالرشاشات التقيلة، والأمامية سمكها 16 ملم بس، وده أقل من بوصة بكتير. والحجم مهم جدا لما درون انتحاري بيهجم. LPTR 80 أسوأ كمان عشان الدروع الجانبية بتاعته سمكها 7 ملم بس، وممكن تتخرم برشاش تقيل من مسافة 500 متر أو حوالي 1640 قدم. تخيل إنك جندي روسي وقائدك بيطلب منك أنت وزمايلك تركبوا عربية وبتهجموا موقع أوكراني. أنت بعيد أميال عن الموقع ده، وعارف إن في منطقة قتل مليانة ألغام وطائرات مسيرة، وكمان ممكن وحدات أوكرانية مستنياكم في كمين عند نقاط اختناق معمولة مخصوص. هتخاطر وتسوق في منطقة قتل في عربية مصفحة على الورق بس وبتتقطع زي الورق قدام أي حاجة أقوى من بندقية عادية؟ أكيد لأ. غالبا هتفضل تمشي على رجلك، وهتعرف قريب ليه ده كمان مش هينفع. لسه متكلمين عن الضرر اللي طيارات FP في المسيرة الأوكرانية ممكن تعمله، وهي فعلا بقت أكبر عقبة قدام روسيا في استخدام العربيات المصفحة والدبابات القليلة اللي لسه عندها بشكل فعال. احنا محتاجين بس شوية حوادث من آخر كام يوم علشان نوبه. في 25 يناير موقع UKR Informed قال إن قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية دمرت دبابتين و29 عربية في 24 ساعة بس. في نفس اليوم موقع ديفنس إكسبريس نشر فيديو لطائرات FPV أوكرانية بتبصف دبابة روسية نوع السلحفاة لحد ما دمروها. على فكرة الدبابات دي مش أنواع خاصة، دبابات السلحفاة دي طريقة روسيا في محاولة التعامل مع مشكلة إن أغلب دباباتها جاية من عصر الاتحاد السوفيتي. دبابات T-62 و T-72 بيضيفوا ليها دروع ملحومة مؤقتة، وده بيخليها أتقل وصعب سواقتها عشان حماية بسيطة ضد الطيارات المسيرة، وغالبا الموضوع ما بينجحش. أوكرانيا كل اللي عليها تبعت شوية طيارات FPV زيادة علشان تدمر واحدة من الدبابات دي. اليأس بقى وسيلة الدفاع الوحيدة لروسيا، وده واضح في البدائل اللي بيستخدموها كدروع في أوكرانيا. زي ما أكس قال، السنة اللي فاتت الكتائب الروسية ركنت المدرعات أغلب الوقت وهاجموا كمشاة أو بموتوسيكلات أو خيول. وسائل النقل الأخف والأصغر فرصتها أكبر لتفادي المراقبة الجوية. أكيد فرصة الهروب الأكبر مش معناها إنها 100%، الموضوع غير كده. الروس بيركبوا خيل كأنهم بيستحضروا أجدادهم، بس ده ملوش لازمة قدام طيارات أوكرانيا المسيرة اللي بتهجم عليهم. روسيا بتحاول تغطي يأسها بقناع الشجاعة وتمجيد الأبطال، وأكيد مش مرعوبين للدرجة دي إنهم فرحانين بلبس البنطلونات البني الجنود اللي بيموتوا على خيولهم. في 7 يناير
فوربس حتى قالت إن الإعلام الروسي حاول يمدح اللي بيسموه ابتكار الجنود اللي بيحاولوا يهاجموا دفاعات أوكرانيا وهم راكبين خيول. دي وسيلة لخلق نسخة بديلة للقصة الحقيقية، وادعاء إن المدرعات الروسية بقت بايظة لدرجة إن الجنود فرصتهم أكبر لو دخلوا المعركة على خيول. الهجمات دي بالخيول بتتدمر كتير وممكن ما تفرقش مع بوتين. هو والكرملين ممكن يكونوا مبسوطين كمان من الموضوع ده. على الأقل الجندي اللي مات وهو راكب حصان مضيعش واحدة من العربيات المدرعة اللي روسيا ما بقتش تقدر تخسرها تاني. الخيول بصراحة مش بديل عملي للسلاح، وده يوصلنا لمشكلة كبيرة عند روسيا. زي ما قلنا قبل كده، مفيش اختراق حقيقي لدفاعات أوكرانيا من غير المدرعات والدبابات اللي روسيا خسرتها. ولما نقول اختراقات حقيقية نقصد اللي بتحصل بسرعة أكتر من سرعة السلحفاة ومن غير ما روسيا تخسر عشرات الآلاف من جنودها في العملية. أكس قال صح، العربيات المدرعة هي أفضل طريقة لاستغلال ثغرات دفاع العدو بسرعة. إن روسيا مش قادرة تستخدمها لهدفها معناه إن إلا لو دفاعات أوكرانيا انهارت الكرملين مش هيلاقي طريقة يقتحم بيها. روسيا بدل كده بدأت تهاجم دفاعات أوكرانيا بوحدات صغيرة من المشاة، بما فيهم جنود كتير بيحاولوا يتقدموا على رجليهم، وكل ده عشان يكسبوا مسافة صغيرة حوالي كيلومتر أو أقل في كل مرة. لو افترضنا أن في مكاسب أصلا، النتيجة المتوقعة أن روسيا بتستهلك جنودها بمعدل ضخم جدا. معهد دراسة الحرب أو ISW وضح النقطة دي في تقييمه لحملة روسيا في أوكرانيا يوم 31 ديسمبر. حسب ISW روسيا قدرت تستولي على 5304 كيلومتر مربع بس، أو حوالي 3295 ميل مربع من الأراضي في سنة 2025. والرقم ده كمان مضلل، لأن 473 كيلومتر مربع أو حوالي 293 ميل مربع من المساحة دي عبارة عن أراضي روسيا استعادتها من أوكرانيا في كورسك، مش أراضي احتلتها جوه أوكرانيا نفسها. وفي مقابل الأراضي دي روسيا اتكبدت 416,507 خسائر، وده بيعادل 78 خسارة بشرية لكل كيلو متر مربع كسبوه في أوكرانيا وكورسك، وده أكبر مشكلة للكرملين. روسيا ببساطة بدلت خسارة المدرعات بخسارة الجنود، الاثنين مواردهم محدودة. في تقريرها يوم 30 ديسمبر ميديازونا وضحت أنه سنة 2025 بالنسبة لروسيا كانت أسوأ مما تبدو عليه في الأول. رغم أن روسيا بتقول جيشها أقوى وهتنتصر قريب على أوكرانيا، أغلب الجيش بقى من متطوعين كبار في السن بيتبعتوا للحرب كوقود للمدافع قدام دفاعات أوكرانيا. روسيا غيرت استراتيجيتها رسمي وبقت بتحافظ على العربيات وبتضحي بالرجالة زي ما ميديازونا قالت، وده دليل إضافي إن مخزونها قليل زي ما أكس بيقول. بالنسبة لكلام إنه الرجال كبار، بيانات ميديازونا اللي بتغطي بس خسائر روسيا المؤكدة من النعي والتقارير الرسمية بتوضح إنه متوسط أعمار القتلى الروس قرب يوصل ل50 سنة، وأكتر سن وفاة تسجل في 2025 كان ما بين 46 و52 سنة. يبدو أن إرسال الرجالة في منتصف العمر علشان يعملوا للعربيات المدرعة والدبابات مش قادرة تعمله مش ماشي كويس مع بوتين. روسيا على الأقل اعترفت بالحقيقة دي، وطبقا لفوربس روسيا بدأت تجرب تكتيكات جديدة للدبابات وبتعتقد إنها هتكون أنجح من التكتيكات اللي استخدموها قبل كده. دلوقتي روسيا بتقارن بين دبابيتين مع أسطول صغير من الطيارات الدرون. الدرونز بتتحرك حوالين الدبابات وبتنسق الضرب وبتديها وعي مكاني أكتر، والدبابات بتغير أماكنها دايما علشان تضرب من غير ما تبقى هدف ثابت. روسيا لسه ما حلتش مشكلة إن مشغلي الدرونز الأوكرانيين بيشتغلوا من خارج مدى ضرب الدبابة، وده معناه إن درونز ال FPV لسه تقدر تدمر الدبابات قبل ما توصل للدفاعات الأوكرانية اللي عايزين يضربوها. ولو مشغلي الدبابات ما عندهمش إمدادات كفاية زي الأكل أو الوقود أو الذخيرة مش هيقدروا يعملوا أي حاجة تقريبا. مع ذلك روسيا بتحاول تتأقلم، بس واضح إن ده جاي متأخر جدا ومش كفاية، وكمان مش هيعوض المدرعات وناقلات الجنود اللي خسروا كتير منهم. في الواقع روسيا بتضغط أكتر على لوجستياتها اللي أصلا مضغوطة، وده ممكن يخلي الاستراتيجية الجديدة تفشل زي ما فوربس بتقول. مع أن دي كلها أخبار سيئة لروسيا وهي بتحاول تكسب في أوكرانيا من غير خسارة، باقي المدرعات فيه كمان مشاكل جاية قدام. روسيا عايزة تبني جيش قوي يواجه الناتو، ومش هتقدر تعمل كده وسط الخسائر دي. الخوف بدأ يتسلل للكرملين لأنهم عارفين إن في دولة أوروبية واحدة بالذات ممكن تدمر خطط بوتين المستقبلية.
This is the story of Ukraine's scaled-down kill zone strategy and how it's breaking Russia's front line from within. Let's jump straight in, starting with a single number that directly showcases Ukraine's massive success: 1.45%. That's how much Ukrainian territory has been captured between 2023 and 2025. At the same time, Russia has been estimated to have suffered around 1.2 million casualties, including deaths and severe injuries. The equipment losses are equally as catastrophic, with over 16,100 armored vehicles. And the country's financial toll has resulted in Russian President Vladimir Putin announcing that it would need to cut military spending for 2026, the first time in 10 years, all in the middle of an active military conflict. Think about that for a moment. Russia has basically ruined itself, and all it got was less than 2% of Ukraine's territory. In 2023, Russian forces managed to capture a meager 188 square miles. The year 2024 saw better results, with about 1,500 square miles seized, but that still amounts to less than 1% of Ukraine's total territory. By 2025, Russia's advances had slowed to a crawl, sometimes averaging just 150 to 400 feet per day in key sectors like Kupiansk and Pokrovsk. To put this in perspective, that's slower than the Allied advance during the Battle of the Somme in World War I, which was one of history's most infamous examples of attritional grinding. And at the heart of Russia's inability to break through lies Ukraine's revolutionary kill zone strategy, a defensive concept that's fundamentally transformed how modern war is fought. But to understand why this strategy is so devastating, we need to look at how it differs from every major war of the 20th century. During World War I, trenches dominated the battlefield. Soldiers dug in, artillery pounded positions for days, and then infantry went over the top into no man's land, hoping to overwhelm enemy positions through sheer numbers. The kill zone was defined by machine gun range, which was maybe a few hundred yards of open ground where attackers were vulnerable. If you made it across that deadly space, you had a chance. World War II brought mobility back to warfare. Blitzkrieg tactics used combined arms, including early tanks, aircraft, and mechanized infantry to punch through defensive lines and exploit breakthroughs. The kill zone became more dynamic, but it was still measured in miles, up to a few of them. Air superiority mattered, but close air support required dedicated aircraft missions and forward air controllers. Even during the Cold War, when NATO and the Warsaw Pact faced off across Central Europe, defensive planning centered on layered positions. Both sides made concrete bunkers, tank obstacles, and minefields, all designed to channel enemy armor into predetermined kill zones where anti-tank weapons can engage them. These were static, carefully planned defensive belts. Ukraine's kill zone strategy went in a completely different direction. Today's kill zone isn't a fixed line on a map or a few hundred meters of open ground. It's a 15 to 25 mile deep zone of constant, omnipresent death that can strike anywhere, anytime, with almost perfect precision. And it's all thanks to the most disruptive military technology since the machine gun: drones. Think about the economics of aerial warfare in the 20th century. During World War II, launching a bombing raid required building massive bombers costing millions of dollars, training crews for months, organizing complex missions with dozens or hundreds of aircraft, and accepting that many wouldn't return. A single strategic bombing mission might involve thousands of personnel and tens of millions in equipment. Fast forward to today, a Ukrainian soldier sitting in a concealed dugout can launch a $400 FPV drone, guide it 15 miles across the battlefield, and destroy a Russian tank worth $3 million. The entire process takes minutes. But more importantly, the operation has minimal staffing requirements. You don't need a flight crew, a massive logistics operation, or an elaborate mission plan to pull it all off. All it takes is one drone and a better than average drone operator with up-to-date battlefield intel and fast reflexes. The ubiquity of these drones has made traditional trench warfare tactics completely obsolete. The late 20th century Soviet doctrine, which both Russia and Ukraine inherited, emphasized concentration of forces in large,
heavily fortified strongpoint. The thinking was simple: mass your troops and equipment in well-defended positions, and you can hold out against artillery and armor assaults. But drones changed everything. By 2023, those concentrated positions became death traps. Wide trenches that once protected soldiers from artillery have now become easy targets for FPV drones. Large platoon-sized dugouts that seemed impregnable became mass graves when a single grenade-carrying drone could strike them with near-perfect accuracy. And the zone has actually expanded. Remember that 15 to 25 mile zone from earlier? Well, the International Center for Defense and Security noted that the kill zone started at around 3 to 5 miles out and then slowly grew as technology and equipment improved. More importantly for Ukraine, it recognized this shift faster than Russia and completely redesigned its defensive strategy. Instead of predetermined fortifications and static defensive lines like the French Maginot Line or Germany's Atlantic Wall, Ukraine built a shifting, adaptive front line that maximizes the lethality of drone warfare while minimizing vulnerability. Here's how it works in practice. Ukraine's new fortification system spans over 1,200 miles across Donetsk, Kharkiv, and Dnipropetrovsk regions. But calling it a line is misleading. It's more accurate to think of it as a layered network of kill zones. The first layer consists of anti-tank and anti-personnel mines, networks of thin metal wires called Plutanka that slow infantry movement, and anti-tank ditches with barbed wire at the bottom to prevent soldiers from using them for cover. Then come the Dragon's Teeth, which are concrete tetrahedra connected by thick metal cables and wrapped in multiple rows of barbed wire. All of these obstacles are designed not to stop Russian forces, but to slow them down and channel them into predetermined corridors. And that's where the real killing begins. Behind these obstacles, Ukraine has deployed a dense network of micro-fortifications. These are small, camouflaged positions that house drone operators in groups of just a few soldiers. They're also dispersed, often housing just one soldier to serve as the lookout or operator. But each is equipped with multiple types of drones that can cover ranges of up to 15 miles. This dispersion is critical. In traditional warfare, finding and destroying a command post or artillery position could cripple an entire sector. But when your defensive network consists of hundreds of small, independent cells, each capable of calling in strikes across vast distances, there's no single point of failure. Russia can destroy one position in one day, 2 positions the next, maybe a dozen positions over the course of a week. It ultimately doesn't matter. As the network adapts, other cells take over, and the kill zone remains lethal. The ability to monitor this shifting front line comes from Ukraine's sophisticated drone reconnaissance network. Unlike 20th century warfare, where intelligence gathering required high-altitude aircraft or satellites, Ukrainian forces can maintain constant surveillance using cheap commercial drones. As one Ukrainian operator explained, fiber optic drones can film from half a meter above the ground, making it far easier to spot targets than the 300 to 600 meter altitude required for fixed-wing systems. This constant surveillance enables Ukraine's most revolutionary tactical shift: hit-and-run mobile warfare supported by ground robots. This is where Ukraine has truly leapfrogged traditional military thinking and potentially every other military in the world. By the end of 2025, Ukraine is poised to deploy 15,000 unmanned ground vehicles. Think about what that means. These aren't just remote-controlled toys. They're sophisticated robotic platforms that can carry up to 660 pounds of ammunition or supplies, evacuate wounded soldiers under fire, plant mines, deliver explosive payloads to fortified positions, or even mount machine guns for suppressive fire. The impact on Ukrainian tactics has been profound. In December 2024, Ukrainian forces conducted the world's first fully unmanned assault on Russian positions using only ground robots and FPV drones, with no human infantry involved in the direct assault. By July 2025, Ukrainian forces captured Russian troops without deploying any infantry whatsoever, relying entirely on drones and ground-based robotic systems. This creates an artificial presence on the battlefield without risking actual human troops.
Instead of sending soldiers into the kill zone to hold positions or conduct assaults, Ukraine can deploy robots that move supplies, screen areas for threats, and engage targets while human operators remain safely in concealed positions kilometers away. When Russia destroys one of these robots, Ukraine loses equipment, not lives. The mathematics of attrition shifts dramatically in Ukraine's favor. But here's what makes Ukraine's strategy truly genius: the speed of innovation. In modern warfare, technological advantage is measured not in years or even months, but in weeks. Russia introduced fiber optic drones in the spring of 2024, and they immediately made headlines as the next unbeatable weapon. Unlike traditional radio-controlled drones, fiber optic drones trail a thin cable as they fly, connecting them directly to their operator. This makes them immune to electronic warfare jamming and provides crystal clear video feeds right up to impact. Military analysts worldwide considered it a potentially game-changing adaptation of going back to analog designs that would give Russia a decisive edge. Ukraine responded by capturing Russian fiber optic drones, reverse engineering them, identifying their weaknesses, and building better versions within months. By summer 2024, Ukrainian companies like 3D Tech have started developing their own fiber optic drones. But they didn't just copy the Russian designs, they improved them dramatically. Ukrainian engineers replaced Russia's heavy frames with lightweight carbon fiber, dramatically improved the spool design to reduce drag and friction, optimized weight distribution for better flight characteristics, and developed systems that could reach 15 to 25 miles away, far exceeding Russian capabilities at the time. Notably, this range coincided with the development of the kill zone as we see it today. The Ukrainian fiber optic drones became lighter, faster, and more reliable, and could hit targets at longer ranges than their Russian counterparts. What's more, Ukraine built a massive domestic production capacity, with over 200 companies now working on drone development and dozens of models approved for military use. This decentralized competitive ecosystem ensures constant innovation as companies race to develop better, cheaper, more effective systems. This pattern repeats across every domain of the war. Russia develops a new tactic or technology. Ukraine analyzes it, adapts it, and deploys an improved version faster than Russia can scale up production. It's an innovation cycle that would make Silicon Valley jealous, except the feedback loop happens on an active battlefield where lessons are measured in lives saved or lost. And this is where Ukraine's kill zone strategy becomes something far bigger than just one country's defensive tactics. It's reshaping global military thinking and potentially redefining Western defense strategies for decades to come. NATO members are now openly acknowledging that they need to learn from Ukraine and not the other way around. Danish Prime Minister Mette Frederiksen stated it bluntly. The only expert right now in the world when it comes to anti-drone capacities is Ukraine, because they're fighting the Russian drones almost every day. We need to take all the experiences, all the new technology, all the innovation from Ukraine and incorporate it into our own rearmament. Polish Foreign Minister Radosław Sikorski echoed this sentiment even more directly. It's the Ukrainians who'll be training us on how to stand up to Russia, not the other way around. This represents a fundamental inversion of the traditional relationship between NATO and Ukraine. For decades, NATO tried to bring Ukraine up to alliance standards through training programs and military reforms. Now, after 3 years of the most intense drone warfare in history, NATO countries are going to school on Ukrainian tactics. In September 2025, following Russian drone incursions into Polish airspace, Poland and Ukraine announced plans for Ukraine to provide anti-drone training in Poland. Britain is mass-producing interceptor drones developed in collaboration with Ukraine. Romania has unveiled plans to manufacture drones in partnership with Ukrainian companies for domestic use and potential export to NATO allies. Even the United States, the world's preeminent military power, is reportedly negotiating a landmark deal to acquire battle-tested Ukrainian drone technology. NATO established the Joint Analysis Training and Education Center in Poland, specifically to leverage real-time lessons from the Ukrainian conflict.
The alliance is fundamentally rethinking its air defense doctrine to focus on swarms of cheap attack drones rather than expensive missiles and fighter jets. The previous method of deploying a $4 million Patriot missile or an F-35 sortie to shoot down a $400 drone is simply economically unsustainable. The broader implications are staggering. Ukraine has demonstrated that smaller nations can challenge larger adversaries in key military technologies if they move faster, innovate constantly, and integrate the private sector into their defense strategy. The traditional Western model of defense procurement, which takes years or even decades to field new systems through rigid bureaucratic processes, has been completely outpaced by Ukraine's battle-driven development cycle that measures improvements in weeks. Former Ukrainian Commander-in-Chief Valery Zaluzhny predicted that future wars would be won by countries that focus their resources on drones, electronic warfare, and artificial intelligence. The Russia-Ukraine war has become the world's largest live-fire testing ground for these technologies, and every military power is watching closely and adapting its doctrines based on Ukrainian innovations. Even China is studying how cheap unmanned systems can challenge expensive traditional forces. Taiwan is examining how drone wars can defend against amphibious invasions. Israel is analysing how robotic systems can reduce casualties in urban warfare. The lessons from Ukraine's kill zone strategy are spreading globally, potentially reshaping how every nation thinks about defence. But perhaps the most important lesson is this: technological superiority in modern warfare is temporary and fragile. What matters isn't having the best equipment at the start of a conflict, but the ability to adapt faster than your enemy, to innovate under pressure, to fail quickly and learn faster, and to create a whole-of-society approach that harnesses civilian innovation for military purposes. Ukraine's kill zone strategy works not because Ukrainian drones are necessarily better than Russian ones on a one-to-one basis, but because Ukraine has built an entire military-industry ecosystem. The concentration of independent companies pooling their data, resources, and getting feedback in practically real time from actual combat situations means that they can iterate and improve faster than Russia's centralized bureaucratic defense industrial complex. Every day, Ukrainian engineers receive feedback from frontline operators about what works and what doesn't. Every week, new modifications appear on drones in the field. Every month, new capabilities emerge that weren't possible the month before. This creates a compounding advantage that grows over time, even as Russia tries desperately to keep pace. Russia is learning that you can't brute force your way through a modern kill zone. You can't overwhelm it with artillery when drones spot your guns and strike them before they can relocate. You can't use massed armor when every tank that enters the zone faces dozens of FPV drones. You can't rely on electronic warfare when fiber optic drones are immune to jamming. You can't even safely resupply your frontline troops when logistics routes extending 20 kilometers behind the line are under constant surveillance and attack. The kill zone strategy has essentially turned the entire concept of offensive warfare on its head. In traditional military thinking, the offensive has the initiative. They choose when and where to attack, forcing the defender to spread forces to cover all possible approaches. But in drone-saturated warfare, the defender has perfect awareness of the battlefield and can concentrate overwhelming firepower on any point instantly without moving a single soldier. This is Ukraine's genius, turning Russia's own preferred tactics into strategic liabilities. Russia excels at wars of attrition, at throwing massive resources at problems until they crack. But what happens when every soldier, every tank, every artillery piece you commit to the offensive enters a kill zone where it faces not opposing infantry, but an omnipresent network of autonomous weapons that can strike from any direction at any time? You get exactly what we've seen over the past 3 years, the slowest, most costly offensive in modern military history, where Russia trades 1 million casualties for a percentage of territory, where generals send wave after wave of troops into what they themselves call the meat grinder, where the economic cost of the war is draining Russia's reserves, while Ukraine's defensive strategy requires a fraction of the resources. And here's the truly terrifying part for Russia. This kill zone advantage isn't static, it's growing. Every month, Ukrainian drones might get better, cheaper, and more numerous,
Every month, more ground robots joined the battlefield, reducing the need for human infantry. Every month, more countries share technology and tactics with Ukraine, while Russia becomes increasingly isolated. Ukraine started by having practically no drone industry, only to end up building over 5 million drones in 2025. And Russia knows this. That's why the Kremlin is actively pushing for negotiations that would freeze the conflict and give them the territory they failed to conquer militarily. They understand that time is not on their side, that every month Ukraine's defensive advantages grow while Russia's offensive capacity erodes. Remember, Russia started this war with roughly 900,000 active troops. They've now suffered 1.2 million casualties. They've essentially cycled through their entire pre-war military and had to recruit, mobilize or coerce a completely new army and then some. And this new army is increasingly made up of the desperate, the highly motivated, or those with ulterior motives, up to and including Ukrainian resistant agents who deliberately infiltrate Russian forces to sabotage operations from within. Russia's defense budget for 2025 reached an astounding 40% of government spending, figures not seen since the height of the Cold War. Yet, despite this massive investment, Russia's military-industrial complex has practically collapsed as an export industry. Everything Russia produces must be kept domestically, creating an economic death spiral where military production consumes ever larger portions of GDP without generating revenue. Meanwhile, that same military production relies on railways to transport equipment to the front line. Those same railways are increasingly targeted by Ukrainian sabotage operations. Tanks and ammunition sit in storage, useless to the front, because the trains can't safely deliver them. And even when equipment reaches the front lines, it enters the kill zone where drones await. This is the culmination of Ukraine's strategy, a defensive system that actively degrades Russia's capacity to wage war by imposing unsustainable costs on every offensive operation. It's attrition warfare flipped on its head, where the numerically smaller defender inflicts disproportionate losses on the supposedly superior attacker. And the world is taking notice. If Ukraine can hold off a nuclear superpower for 3 years and counting, through technological innovation and adaptive tactics, future conflicts are going to look a lot different from what we've seen before 2022. روسيا هتقدر تحشد جيش جديد كم مرة لتعوض اللي ماتوا؟ ده سؤال أوكرانيا سألته كتير قبل كده، عشان الهجوم المستمر من الجنود الروس اللي بيتبعتوا للهلاك قدام دفاعات أوكرانيا شكله ملوش نهاية. بس النهاية دي جاية. دلوقتي فيه نور في آخر النفق مع انفجار أزمة القوة البشرية عند بوتين. روسيا وصلت للانهيار بسبب خسائر الجنود التاريخية، ودلوقتي بتعوض اللي ماتوا. والتصريح ده جاي من الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا نفسه. على حسب كلام روتا، خسائر روسيا الشهرية الضخمة اللي بيقول إنها توصل ل25,000 جندي أو أكتر زي ما هتعرفوا كمان شوية مش ممكن تستمر. الروس حالياً بيخسروا عدد كبير من جنودهم بسبب دفاع أوكرانيا، وده نقلته بزنس انسايدر عن روتا في مؤتمر أوروبا العالمية في بروكسل. تقرير الموقع اللي اتنشر يوم 14 يناير وضح إن روتا وضح كلامه وقال إن الأرقام الكبيرة جداً اللي ذكرها مش معدل الإصابات عند روسيا، دي كانت معدل الوفيات في البلد. أنا مش بتكلم عن المصابين، أنا بتكلم عن القتلى. روتا قال كده وأضاف دلوقتي هما بيخسروا العدد ده أو أكتر في شهر. ده كمان مش قابل للاستمرار عندهم، وده ادعاء ملفت من روتا، خصوصا ان روسيا قدرت تثبت ان تكتيك بوتين الوحيد في رمي الجنود على مشكلة اوكرانيا لحد ما المشكلة دي تختفي كان قابل للاستمرار لحد دلوقتي. كل مرة كان يبان ان روسيا على وشك انها تخسر عدد كبير من الجنود كانوا بيطلعوا ورقة جديدة من جعبتهم. روسيا لسه بتحاول تلعب ألعابها، وهنشوف قريب شوية حيل، بس أساليب التجنيد اللي نجحت معاهم ل4 سنين تقريبا بدأت تنهار. اللي فاضل لروسيا دلوقتي هو خسائر شهرية بتتعدى إجمالي الخسائر اللي الاتحاد السوفيتي القديم اتعرض لها طول حربه مع أفغانستان. الحرب دي خلت الاتحاد السوفيتي يخسر حوالي 15,000 جندي في أكتر من 9 سنين. ده يعني تقريبا 1666 جندي في السنة، أو حوالي 138 جندي في الشهر. حتى لو تقدير الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا عن 20,000 وفاة روسية شهريا صح، روسيا دلوقتي بتخسر حوالي 5,000 جندي أكتر شهريا في أوكرانيا مقارنة ب9 سنين في أفغانستان.
في المرحلة دي ممكن نقول إن بوتين قاتل جماعي لشعبه نفسه، وأغرب حاجة إن أرقام روتا ممكن تكون أقل من الحقيقة. في 8 يناير كل من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي كشفوا أن تقدير روتا لعدد القتلى الشهري ممكن يكون أقل بعدة آلاف. الجزيرة نقلت عن زيلينسكي أنه قال إن عدد وفيات الروس تجاوز 25,000 كل شهر من شهر أكتوبر. زيلينسكي قال إنه في ديسمبر تم القضاء على 35,000 مقتل، وده تم تأكيده بفيديوهات، وأضاف في نوفمبر 30,000 وفي أكتوبر 26,000 محتل. مش بس كل الأرقام دي أعلى من تقديرات روسيا، كمان في نمط واضح بيحصل. حسب زيلينسكي عدد قتلى روسيا زاد بمقدار بين 4,000 و 5,000 جندي كل شهر خلال آخر 3 شهور من 2025. النمط ده مش مبشر لخطط بوتين في 2026، وسيرسكي أكد أن الأرقام اللي شاركها زيلينسكي دقيقة في الغالب. برضو في 8 يناير قناة الجزيرة نقلت عن القائد العام للجيش الأوكراني أنه قال العدو خسر أكثر من 33,000 فرد في ديسمبر. الرقم ده للحالات اللي تأكدت بالفيديو، لكن خسائر المحتلين أكبر. سيرسكي بعد كده شارك معلومة تانية مثيرة للاهتمام وأضاف أول شهر وحدات الأنظمة بدون طيار في قوات الدفاع الأوكرانية حيدت تقريبا نفس عدد الجنود من جيش الاحتلال اللي روسيا جندتهم في شهر. التصريح بيلمح أن روسيا مش بتجند كفاية، وأن معظم خسائر الجيش الروسي بسبب الدرونز الأوكرانية، وإحنا قربنا على 2026. كمل متابعة هتلاقي أكتر من شوية تلميحات هنا. ويمكن في حاجة مضايقاك دلوقتي، حاجة إن أوكرانيا تقول إنها قتلت ما بين 20,000 و 35,000 جندي روسي في الشهر، بس الكلام لوحده مش معناه كتير. تقدر تقول إنك ملك العالم بس من غير التاج والصولجان والروب والكلام الكبير. الكلام ملوش معنى. الأدلة أهم من الأرقام، وأوكرانيا محتاجاها لو هتثبت أي من الادعاءات دي. أوكرانيا عندها الأدلة دي وموجودة على منصة يقدر الجيش الأوكراني يوصل لها. المنصة دي اسمها نظام دلتا، وهي شبه شوية سيرفر ديسكورد اللي متاح لقوات أوكرانيا المسلحة. عن طريق نظام دلتا الجنود الأوكرانيين يقدروا يبصوا على خرائط المعارك، والأهم من كده يشوفوا البث المباشر اللي بتسجله الطيارات المسيرة اللي أوكرانيا بتستخدمها في الهجوم على قوات روسيا. النظام اللي اتعمل في 2021 بيدي أوكرانيا وعي ميداني وروسيا مش قادرة تنافسه، وكمان ممكن الدخول عليه من أي مكان. زي ما جراي داينامكس قالت، نظام دلتا مش محتاج إعدادات وجاهز لللابتوب أو التابلت أو الموبايل. تصميمه السهل بيعرض صور من الدرونز، الأقمار الصناعية، الاستخبارات البشرية وأجهزة الاستشعار. كل المعلومات دي متاحة في خريطة تفاعلية، وده بيخلي دلتا مصدر مثالي لأوكرانيا لما تحب تتأكد من قتلى روسيا. الشخص العادي مش هيقدر يدخل على دلتا ويشوف اللي بتعرضه لأوكرانيا، بس لقطات هجمات الدرونز الأوكرانية موجودة هناك، وأي جندي أوكراني يقدر يتأكد منها. لو الجنود دول بصوا هيعرفوا إن في عامل فارق خلى أوكرانيا تقتل عدد كبير من جنود روسيا الشهور اللي فاتت. العامل ده موجود من زمان، لكن أوكرانيا طورت استخدامه بشكل كبير. احنا بنتكلم عن الطيارات المسيرة، ودلوقتي الطيارات الأوكرانية بتقتل جنود أكتر من اللي بوتين يقدر يجيبهم للجيش الروسي. أرقام سيرسكي اللي أعلنها في ديسمبر كانت نقطة تحول في تجنيد روسيا بسبب الطيارات المسيرة الأوكرانية. يورومايدان بريس نشرت إحصائيات مثيرة يوم 6 يناير بتوضح أهمية الطيارات المسيرة الأوكرانية في كل أنشطة أوكرانيا الحالية. في ديسمبر بس، وحدات تشغيل الطيارات المسيرة الأوكرانية نفذت 339,000 مهمة. ده رقم ضخم جدا، وده معناه حوالي 10,935 مهمة يوميا. الزيادة في عمليات الطيارات المسيرة أثرت فعلا، زي ما سيرسكي قال ليوروميدان بريس. أوكرانيا زودت ضربات الدرونز 31% في ديسمبر، والجنود الروس اللي تم استهدافهم بالمسيرات زادوا أكثر من 25%. رغم كده الأرقام المجنونة مش أهم جزء مثير في القصة هنا. قوات الأنظمة غير المأهولة في أوكرانيا بتشكل 2.2% من جيش أوكرانيا. عشان أوضح لك النسبة دي، موقع جلوبال فاير باور بيقول إن الجيش الأوكراني فيه 900,000 فرد نشط. 2.2% من 900,000 يعني حوالي 19,800 شخص بس. افتكر الأرقام اللي روتر وزيلينسكي وسيرسكي قالوها.
مشغلي الطيارات المسيرة في أوكرانيا بيقتلوا جنود روس شهرياً أكتر من عددهم الكلي في أوكرانيا. لو الجيش عايز الكفاءة، أوكرانيا بتوضح بالظبط الكفاءة دي بتيجي منين. طبيعي أوكرانيا مش هتسيب موضوع الطيارات المسيرة، هي بتبني طيارات مسيرة أكتر وأحسن بتخلي المشغلين يزودوا الضحايا ويستنزفوا الجيش الروسي. أوكرانيا بتنتج تقريباً 4 مليون طيارة مسيرة سنوياً حسب كييف بوست بتاريخ 12 نوفمبر. مش كل الطيارات المسيرة دي بتقتل الجنود الروس بشكل مباشر. أوكرانيا كمان بتصنع طيارات مسيرة للاستطلاع تسمح لجنودها اللي وراء أجهزة التحكم وكمان اللي على الأرض إنهم يردوا على تحركات روسيا. هنا بيظهر دور نظام دلتا. أوكرانيا بتصنع آلاف المسيرات بعيدة المدى وبتستخدمها تضعف الجيش الروسي من الداخل بضربات للطاقة واللوجستيات والمعدات. يمكن مش قتل مباشر، بس كل ما روسيا يبقى عندها أقل تدية لجنودها كل ما احتمال إن الجنود دول يموتوا في ساحة المعركة الأوكرانية يزيد. كمان معظم 4 مليون طيارة في السنة طيارات FPV زي اللي بتسجل عمليات القتل اللي ريتر وزيلينسكي وسيرسكي قالوا عليها. الطيارات دي هتتحسن مع الوقت. في 14 يناير يورو ميدان بريس نشر تقرير عن اجتماع كبار القادة العسكريين والأمنيين بأوكرانيا. في الاجتماع ده قرروا زيادة فعالية خط الطيارات بدون طيار الأوكراني اللي هو منطقة مليانة طيارات بدون طيار وبتتراوح بين 10 و15 كيلومتر أو من 6.2 إلى 9.3 ميل في العمق على طول الجبهة. وزير الدفاع الأوكراني السابق روستام ميروف علق على الاجتماع في تيليجرام وقال إن وزارة الدفاع تكلفت بتنظيم وتوزيع الأموال بين وسائل التدمير وكمان تدور على فرص مالية إضافية لتغطية احتياجات قوات الدفاع العاجلة. ركزوا كمان على زيادة إنتاج الطيارات بدون طيار اللي بتشتغل بالألياف الضوئية مع مراعاة مدى ودقة التدمير. الطيارات بدون طيار فعالة جدا في قتل جنود روسيا. أوكرانيا دلوقتي جاهزة تزود الإنتاج وتقوي الطيارات، وده معناه إن معدلات وفيات الروس اللي شفناها الفترة اللي فاتت ممكن تكون مجرد بداية لمشكلة أكبر هتواجه بوتين وأعوانه في 2026 لو الحرب ما كملتش السنة دي. روسيا حلت المشكلة دي قبل كده. إزاي؟ مزيد من التجنيد. ولو فاكر اللي قلناه في أول الفيديو عن تجنيد الجيش الروسي أكيد تقدر تتوقع إحنا هنقول إيه بعد كده. حل بوتين اللي استخدمه السنين اللي فاتت مش نافع دلوقتي. في شوية أسباب ليه كده، بس قبل ما نقولك إيه هي نتمنى تكون مستمتع بالفيديو ده، ولو فعلا كده هنبقى شاكرين لو عملت لايك شير سبسكرايب وكتبت لنا تعليق تقول فيه رأيك في كل اللي قلناه لك لحد دلوقتي. دعمك بيساعد القناة نكمل ونجيب لك معلومات عن الشؤون العسكرية حول العالم. نرجع لتجنيد روسيا. بوتين اعتمد على استراتيجية بسيطة معظم فترة حرب أوكرانيا. الكرملين بس محتاج يلاقي أفقر مناطق روسيا ويختار الرجال اللي وضعهم ضعيف ويعرض عليهم فلوس أكتر من اللي شافوها، وبكده روسيا بقى عندها جنود متعاقدين وبتوظف منهم عشرات الآلاف كل شهر. الكرملين بيستهدف بالذات الروس اللي ما عندهمش أي أمل في المستقبل، وبيعمل كده عن طريق الإعلانات في الأماكن اللي النوعية دي من الناس غالبا بتتواجد فيها، زي ما ذكر موقع بوليتيكو في مايو 2025. زمان بوتين كان بيستخدم الاستدعاءات والأوامر القضائية عشان يجبر الناس ينضموا للجيش الروسي. دلوقتي بقى بيستخدم مبالغ ضخمة من الفلوس وحزم مزايا مغرية، وكمان بيلعب على وتر الرجولة الهشة عند الرجالة اللي روسيا بتستهدفهم عشان يحقق اللي هو عايزه. روسيا عملت زي سوق عسكري بالضبط، ووفقا لكاترينا شولمان اللي هي عالمة سياسية في معهد أوست يوروبا في ألمانيا، السوق ده كان مركز على فئات سكانية معينة جدا. الإجراءات دي موجهة للرجالة اللي وضعهم الاجتماعي ضعيف أو عليهم ديون أو عندهم سوابق أو معرفتهم المالية قليلة أو واقعين في فخ القروض الصغيرة الاستغلالية. الناس اللي على الهامش ومفيش عندهم أي أمل في المستقبل، ده اللي قالته شولمان لموقع بوليتيكو. وكل حاجة مشت كويس لفترة. دلوقتي روسيا بقت تلاحظ حاجات غريبة في جهود التجنيد. ده كله بدأ في مناطق فقيرة في روسيا كانت مصدر أساسي لجنود بوتين طول الحرب. في أكتوبر جريدة كييف بوست كتبت عن جهود التجنيد في جمهورية ساخا بروسيا المعروفة كمان بياكوتيا. هناك مراكز التجنيد مش قادرة تحقق الأعداد المطلوبة وبتنقص حوالي 40% عن الهدف. النسب اللي حددها بوتين بشكل مبالغ فيه غالبا كان ليها دور في الموضوع. مع ذلك الاستياء بين السكان خصوصا من شعوب ياكوت وإيفنتس وإيفنكي الأصليين اللي روسيا اعتمدت عليهم كتير قبل كده كان منتشر بشكل كبير. الأقليات العرقية مش عايزين يموتوا في حرب بوتين،
وروسيا بتواجه صعوبة في توفير الحوافز المالية لإقناع نوعية الناس اللي كانت بتجندها لحد دلوقتي بالانضمام. وكأن معاملة الجنود كوقود للمدافع مش أحسن طريقة. الطريقة دي بترد على بوتين بشكل غريب جدا، فخليك متابع عشان تعرف ازاي. من ناحية الفلوس، استراتيجية بوتين كلها اللي بيعتمد فيها على استنزاف روسيا الكبيرة عشان يكسر أوكرانيا بتعتمد على ميزانية تجنيد ضخمة جدا. تقرير انتلي نيوز ذكر أن مكافآت التجنيد الروسي كلفت الكرملين حوالي 4 مليار دولار في أول نص من 2025 لوحده، ودي نقطة في حد ذاتها. دي فلوس روسيا صرفتها على المكافآت بس. في نهاية 2025 انتلي نيوز قالت إن روسيا ممكن تكون صرفت 10 مليار دولار على المكافآت بس من غير المرتبات أو تكاليف التدريب أو تجهيز الجنود، وما ذكرناش معدل الوفيات. النوع ده من الإنفاق مش مستدام، وبدأت العيوب تظهر. في أكتوبر مؤسسة جامستاون قالت إنه كتير من الأقاليم الفيدرالية في روسيا بدأوا يقللوا حجم المكافآت اللي بيعرضوها على المجندين بشكل هادي. الأقاليم الفيدرالية دي زي جمهورية ساكا اللي ذكرناها قبل كده، شكنهم جانهم فكرة مجنونة إنهم يصرفوا فلوسهم على الخدمات الأساسية زي المدارس والمستشفيات، وده غالباً أحسن من إنهم يدوها للناس اللي هيتبعتوا أوكرانيا يموتوا هناك. ده معناه إن ميزانية التجنيد الروسية هتخلص قريب. ودلوقتي كريملين بقى يائس أكتر وبيستخدم أساليب سرية لتجنيد جنود أجانب عشان يعوض النقص بعد فشل بعض الأقاليم في تحقيق أرقام التجنيد. حملات على السوشيال ميديا بتوعد الناس بشغل سهل وبعيد عن جبهات حرب أوكرانيا، وبيستخدموها عشان يجذبوا ناس من بلاد تانية ينضموا لحرب بوتين. وطبعا الأدوار اللي وعدوهم بيها بعيد عن القتال بتتحول في الآخر إن المجندين الأجانب بيتبعتوا لمفرمة اللحم. وبحسب أخبار ABC، روسيا جندت على الأقل 18,000 جندي أجنبي من 128 دولة من ساعة ما الحرب بدأت. 3388 جندي ماتوا في حرب، أغلبهم اتقال لهم إنهم مش هيشاركوا فيها، وده لحد 7 ديسمبر. في 13 يناير الجارديان نشرت تقريرا عن رجال يمنيين اتخدعوا من بوتين وتأثير وجودهم في الصفوف الأمامية في حرب أوكرانيا. الموقع نقل عن جندي يمني مجهول صور نفسه وهو بيقول: احنا بنموت 1000 مرة كل يوم من الرعب بسبب الروس، انقذوا اخواتكم اليمنيين، احنا مجبرين نحارب واصحابنا ماتوا ومحاصرين بين الحياة والموت. بعيد عن انه تعليق قاسي على حرب بوتين، الكلام ده تحذير. روسيا بتحاول تخدع الأجانب علشان يحاربوا في حرب بوتين. كل ما المعلومات زي دي تنتشر أكتر، روسيا هتقدر تعتمد أقل على ناس من دول تانية علشان تسد الفجوات اللي سببتها فشلها في تجنيد الناس من عندها. الوضع الحالي بيوضح أن الجيش الروسي قرب يواجه أزمة جنود. الأزمة دي هي اللي بتسبب الضربة الكبيرة لبوتين اللي قلناها قبل كده. تكتيكات روسيا اللي بتستخدم الجنود كوقود للحرب مش هتستمر، بسبب موت كتير منهم من طيارات أوكرانيا المسيرة، وكمان بسبب يأسها المتزايد في التجنيد بأي طريقة ممكنة، ورفض ناس كتير تحارب لبوتين. في أوكرانيا الضباط الروس بيتمردوا على تكتيكات روسيا في استخدام الجنود كوقود للمدافع، وده أمر الكرملين عمره ما تخيله. جريدة الديلي إكسبريس بتقول إنه العسكريين في دونيتسك، خصوصاً اللي بيهاجموا بوكروفسك اللي فيها معارك قوية، بقوا بيطلبوا أكتر إنهم يتنقلوا لمكان تاني. المزاعم دي من جماعة أرتيش المؤيدة لأوكرانيا، وبتقول إن الضباط بيتوسلوا لرؤسائهم ينقلوهم للخلف عشان مش عايزين يموتوا في بوكروفسك. جماعة أرتيش بتقول إنه القيادة بتهدد الضباط بعقوبات تأديبية وخفض رتب ووقف مسيرتهم، وكمان الضباط بيتعرضوا لتوبيخ شديد لو مرؤوسيهم سلموا مواقعهم. مطلوب منهم يبلغوا عن وضع مستقر مش موجود، وبيجبروا يوقعوا على مستندات مش واقعية. الخوف وصل لأعلى مستوياته بين جنود روسيا، وده بيهدد طموح بوتين في احتلال أوكرانيا زي مشاكل التجنيد هناك. والأسوأ كمان إنه الضباط الروس وبعض القادة مرعوبين لدرجة إنهم بيعملوا حاجات في نفسهم بتساهم بشكل مباشر في معدل الوفيات الروسي الضخم، وده السبب الرئيسي في مشاكل القوى البشرية اللي بتواجهها روسيا. الضباط والقادة بيشربوا كحول كتير. في 24 ديسمبر إعلام يونايتد 44 نقل تقريراً عن كتيبة الكحول الروسية حسب تسمية الأرتيش. عميل من أرتيش مع الكتيبة الرابعة باللواء 74 الروسي للبنادق الآلية قال إن قادة السرية بيشربوا كحول كتير في الخطوط الأمامية وبيصدروا أوامر للجنود وهم في الحالة دي وهم تحت تأثير الكحول، لدرجة إنهم منفصلين تماماً عن الواقع اللي بيحصل على الأرض.
تأثير الأسلوب الفريد ده في الحروب الحديثة كان متوقع بالضبط. ضحايا كتيبة ألكو بيوصلوا ل100 قتيل وجريح شهرياً، وده أكتر من أي وحدة تانية حسب عميل أرتيش. مهما حاول القادة ينسوا أحزانهم وضباطهم بيتوسلوا للنقل، الكرملين لسه بيؤمر بالهجمات. جنود روسيا بيجروا بخوف ناحية دفاعات أوكرانيا، ومعظمهم ما بيوصلوش لأنهم بيتحصدوا بالآلاف بالطيارات المسيرة. مع دخول 2026 روسيا بتكتشف أنه عدد الجنود والفلوس مش بلا نهاية. الأزمة اللي بوتين عملها بنفسه بقت واقع ومفيش رجوع لروسيا. كل اللي فاضل لروسيا هو محاولة التصعيد من غير نهاية واضحة في الأفق. ده كمان مش هينفع، لأن الاعتماد أكتر على استراتيجية واضح إنها مش شغالة مش هيحل أزمة الجنود في روسيا. نهاية بوتين ابتدت. يلا هات في شارك واتفرج على الفيديو بتاعنا واحنا بنوثق انهيار روسيا اللي بيحصل دلوقتي في أوكرانيا. لو عجبك الفيديو اشترك في قناة The Military Show عشان توصلك كل تحديثات تأثير استراتيجية الاستنزاف اللي بيتبعها بوتين على الجيش الروسي اللي بيضعف. شكرا لمتابعتك.